اهلا بك يا عزيزي الكينج. المسلسل ده يا زميلي بقالك كتير قوي بتطلبه مني من ساعه ما قناه كبرى افلام اتقفلت، ولذلك كان لازم الخص لك اول 20 حلقه بالابديت الجديد. صح معايا، الليله هتولع يا حبيبي. القصه حاجه فخامه، اثاره، اكشن، ضحك على دراما. لا بجد الفيديو مش عادي، الاكشن مختلف انه بادي. خليك مصحصح معايا الساعه دي، لان التلخيص الاولاني كان حاجه والملخص ده متعه يا ساده. ودلوقتي جاهز ثبت فشارك واستعد للقصه. وبتبدا الحلقه الاولى من المسلسل بالدكتور تومي اوليفر وهو بيجري من وحوش فضائيه. الكلام ده كله بيكون على قلب جزيره مكانها بعيد جدا. الوحوش بتتجمع حوالين تومي، ولكن تومي بينزل تكسير في عظمهم ولا بيرحمهم. ورغم ان العيال شديده ولكن تومي بيجيبهم على الحديده، وهوب المكان بيبدا ينفجر حواليهم. تومي بيجري عند الشلال وبيقول ما بدهاش وبيروح نازل على تحت. الجزيره كلها بتنفجر، والمفروض كده ان الوحوش ماتت. وتمر السنين وبنشوف الدكتور تومي وهو رايح الكليه، بس مش على انه طالب، ده دكتور جامعي يا زميلي. تعالوا اعرفكم مين هو تومي. الاسم بالكامل توماس اوليفر الشهير بتومي. بيتعرف على المديره راندال، ودي جديده في الكليه زيها زيه، وبتقول له انت دكتور في علوم الحفريات. والحفريات دي يا جدعان هي البحث عن اثار الديناصورات وكل الحاجات دي. المهم ان المديره بتكون مستغربه ايه اللي جابه قسم اقل من القسم بتاعه بكتير، فبيقول لها حبيت اريح دماغي شويه. وبعدها بيدخل يتعرف على الطلاب، واللي بيظهر عليهم انهم مش منظمين خالص. البت الهبله دي بتقوم تتعرف على تومي، وتومي بيلاحظ ان في طالب مش موجود، والطالب ده بيكون اسمه كونر، عيل مفيش حد يقدر يتحداه في الكوره. وبيقول لصاحبه ما تصد يا عم، هو انت واقف زي خال ماتك ده ليه؟ بيقول له معلش يا اسطى بفكر في المديره الجديده، اصل انا سمعت انها مديره صعبه جدا وهتطلع عين اللي جابونا. كونر بيفضل يتريق على المديره، وصاحبه بيقول له يا اسطى بلاش تعرضها والنبي. فبيقول له يا عم ده انا وانا وهوب فيش حرامي. المديره بتاخده معاها وبتقول لصاحبه اتعلم تصد يا انت. وبعدها بنشوف الشاب ده واللي بيكون اسمه ايسان جيمس، عيل في الكمبيوتر والهاكر ملوش مثيل، ملك التكنولوجيا حرفيا، بس عيل بتاع مقالب. اما دي فاسمها كيرا، بتحب الموسيقى جدا. المديره بتيجي تعاقبها لانها بتغني في جنينه الكليه، ويا دوبك لسه بيتحركوا مسدسات الميه بتغرقهم. المديره بتشوف ايسان وبتقول له طب تعالى يا ابن التعبان، وبتقرر تعاقب الثلاثه بحبس لمده اسبوع. تومي بيعرف اللي حصل وبيستأذن المديره انها تسامح الطلاب، مش بتكون موافقه، فبيقول لها طب على الاقل اسمحي لي اخدهم معايا في رحله يكتشفوا حاجات اول مره يعرفوها عن الديناصورات. بتوافق، وتومي بيوديهم متحف جنب الكليه. بيلاقي تمثال الديناصور ده محطوط قدام المتحف، والمتحف مقفول. العيال بتروح تاخد جوله في الغابه، وتومي بيروح يبص على المتحف عشان يعرف هو مقفول ليه. بيلاقي كلام مكتوب، واول ما بيقراه بينصدم. في الوقت ده الثلاثه بيكونوا ماشيين في الغابه، وهوب بينزلوا في الحفره دي. في الوقت ده تومي بينصدم لما بيفهم ايه اللي بيحصل، واللي بيصدمه اكتر ان الديناصور ده بيجيله. تومي بيحاول يهوشه ولكن الديناصور ما بيتهدش. تومي بياخد العربيه وبيطلع من المكان، بس الديناصور مش بيسيبه. وفي الوقت ده الثلاثه بيتمشوا في الكهف اللي وقعوا فيه، وفي نفس اللحظه تومي بيدخل في مطارده مع الديناصور لحد ما بيلبسه في الكوبري ده. الديناصور بيتعطل لانه روبوت يا زميلي. في الوقت ده الثلاثه بيشوفوا هيكل ديناصور، وكونر بيحرك راسه من هنا، والمخبأ السري ده بيتفتح من هنا. المخبأ بيكون جامد جدا، وبيشوفوا فيه احجار بتلمع. بيمسكوا الاحجار وبيكونوا مبهورين بشكلها. وفي مكان تاني بنشوف جزيره الشيطان ده، بيكون اسمه ميزا جوج. يا رب اكون قلت اسمه صح، وانا واثق اني قلت غلط، بس بما اننا كنا بندلعه ونقول له مستر اكس على قناه كبرى افلام، فخلينا بنناديه بنفس الاسم. المهم ان ده الوحش اللي بيسعى على الاحجار اللي مع الثلاث شباب. بيبعت الوحوش على الثلاث شباب، والثلاث شباب بيخرجوا من الكهف وبينصدموا من الوحوش اللي محوطاهم. بياخدوها جري من المكان، لان زي ما انت عارف يا زميلي الجري الجدعنه كلها مش النص ولا حاجه. المهم ان كده بتقع وبتتخض من شكل الوحوش فبتصرخ. الصرخه بتاعتها ما بتكونش عاديه، وبتدمر كل اللي قدامها. البت بتكون مصدومه هي واصحابها، والحجر اللي في ايديها بينور. الوحوش بتهجم عليها ولكنها بتقوم بيهم كلهم. صحابها بيتحط عليهم، ولكن ايسان بيكتشف قوته. وسع من السكه يا عمته. كونر كمان بيتضرب، ولكنه بيكتشف قوته هو التاني، واللي بتكون سرعه خارقه للطبيعه. ايه اللي انا بقوله ده؟ اصلا المسلسل كله خارق للطبيعه. المهم ان العيال بتتجمع وبيكونوا مبسوطين جدا. تومي بيجي لهم، واول ما بيشوفوا بيداروا الاحجار. بيقول لهم انتوا كويسين؟ طب ما شفتوش اي حاجه غريبه؟ فبيقولوا له لا الدنيا تمام. بيقول لهم طب يلا على البيت. وبنعرف انهم خافوا يقولوا له اللي حصل، او حتى يعرفوا موضوع الاحجار عشان ما يعملش عليهم تجارب والكلام ده كله. ومن الاخر خيالهم بيروح لبعيد. المهم ان كده بتقول لهم الموضوع ده بره عني خالص، امسكوا الحجر ده ومش عاوز اعرف اللي خلفوكم من النهارده. في الوقت ده ابرب بنت في الكليه بتشوفهم، وبتنصدم لما بتلاقي وحوش فضائيه جايين يخطفوا كيرا. والمفروض ان صاحبها صور المشهد ده، ولكنه بينصدم ان المشهد اتحذف. انما الاثنين دول فبيقرروا يروحوا لتومي. بيوصلوا على بيته، وكونر بيعرف يفتح البيت بكل السهوله. بيدخلوا على جوه يدوروا عليه، وكونر بيشوف الديناصور ده. سام بيقول له بلاش تلمسه، انت ناسي اللي حصل المره اللي فاتت؟ فبيقول له يا عم انت مجنون ولا ايه؟ استحاله اللي حصل في الكهف يحصل هنا. وهوب في مخبأ سري بيتفتح، بينزلوا فيه، وتومي بيقول لهم بتدوروا على حاجه. الاثنين بينصدموا، وبعدها بنشوف مستر اكس وهو محتجز كيرا.
وفي الوقت ده كونر وايسان بيكونوا واقفين مع تومي وبيقولوا له احنا عايزين نفهم ايه اللي بيحصل. تومي بيقول لهم اللي خطفوا صاحبكم دول هم وحوش يخصوا شرير كبير. كونر بيقول له والشرير ده خطفها عشان الاحجار دي. تومي بينصدم. وفي الوقت ده كيرا بتفوق على صوت فرانك وبتقول له انت مين؟ انا اللي كنت كل جمعه بفسح التنين. بتقول له ما تنجز يا ابن الضايعين. فبيقول لها انا عايز الاحجار اللي معاك انت واصحابك. بتقول له والله كان نفسي اديها لك بس انا اديت الحجر بتاعي لاصحابي، تقدر تروح تاخده منهم. بيقول لها ده انت هتتعبينا بقى يا إلسا. هو بيختفي وإلسا بتظهر. إلسا بتدخل على كيرا ولكن كيرا بتسد معاها هي ورجالتها وبتحط عليهم من الاخر، بتعمل عليهم شغل فاخر وبتجري منهم وبتدوس على الزرار ده بتختفي من السفينه. وبنرجع لتومي اللي بيعرف الاتنين دول ان كان عنده واحد صاحبه عالم ذكي جدا ومشهور. الاتنين اشتغلوا على صنع ديناصورات آلية والكلام ده عملوه بعد ما لقوا الاحجار الكريمه. بس في حد خطف صاحبه ودمر المختبر بتاعه، وقبل ما يدمر المختبر كان سارق كل حاجه منه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اللي عمل كده هم الوحوش يا زميلي. المهم ان تومي بيقول لهم دخلت في حرب معاهم وعرفت ادمر نص الجزيره بتاعتهم وخدت الاحجار، انما الديناصورات وباقي الالات لسه معاهم. كونر بيقول له طب ازاي هنرجع كيرا؟ سام بيقول له كيرا هتنزل علينا من السما. بيضحك وهو بتنزل عليهم من السما. بس الزفت يا جدعان مش بيلحقوا يفرحوا برجوعها لان الوحوش بيوصلوا. تومي بيكون شايف نفسه ولكن بيظهر انه عجز، انما كيرا فعامله معاهم السليمه، لا للامانه مظبطاهم. اما ايسان فبيتضرب حبه ولكنه بيركز وبيقوم عليهم زي الطور الهاي. كونر برضك بيتضرب ولكنه بيركز وبيخلي اتخانهم يتعكز. وتومي الاخر بيقوم على الواد ده وهو التاني بيفوق له. الواد بيقول له المعركه دي خلصت بس الحرب ابتدت. الشباب بتكون عايزه تعرف ايه اللي بيحصل وتومي بيقول لهم روحوا دلوقتي عشان اهاليكم ما تقلقش عليكم وبكره بعد الكليه هنتقابل ونتكلم. في الوقت ده مستر اكس بيعرف اللي حصل وبيتعصب وبيقول للمساعد بتاعه انا عايز المدينه بتاعتهم تتدمر. وفعلا يا زميلي تاني يوم الطلاب بيروحوا الكليه والبنت دي بتقول لي كده انا شفت كل اللي حصل معاك امبارح. فبتقول لها امشي يا بنت من هنا انت مجنونه ولا ايه؟ تومي بيسمعهم وهو كمان بيهزقها. ومره واحده بيقوم زلزال في المكان، لا مش في المكان وبس ده في المدينه كلها. تومي بيقول لاصحابه تعالوا معايا. الوقت ده الاليين اللي المفروض بتوع الحراس بيهاجموا المدينه وتومي بيروح المختبر بتاعه وبيقول لاصحابه الفضائيين عرفوا يروضوا الاليين بتوعكم وانتوا هتعملوا زي ما هم عملوا وانا معايا حاجات ليكم هتساعدكم وهي الدروع دي واللي مخصصه للجواهر اللي معاكم ودي هتحولكم لحراس طاقه وكل اللي عليكم انكم تقولوا كلمه داينو ساندر. بينبهروا بالفكره وبيتحركوا على مكان الوحوش. الواد ده بيستقل بيهم ولكنهم بيبداوا يتحولوا. العيال في الدروع الجديده بيكونوا وحوش يا جدعان، لا بتكلم جد مش بجاملهم. بيدخلوا على الوحوش وللامانه ما بيتفهموش، كل واحد بيعمل معاهم الصح والغلط والزياده حبتين ومحدش يقول الضرب جاي من ايه، الضرب مسمع على الجهتين. بيخلصوا على الوحوش اللي قدامهم والوحش الاساسي بيطلع على السفينه الفضائيه وبيبدا يهاجمهم. ده زائد الديناصورات بتاعتهم بيعرفوا يتحكموا في الديناصورات وبكده الاكشن يحلو وهي واحده والتانيه والتالته محدش عارف جايه منين. المهم ان الوحوش بيتحط عليهم بدل الحط حطتين، بيدمروا السفينه وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعدها تومي بيجمعهم في المختبر وبيقول لهم خدوا الاساور دي. بصوا يا جدعان الموضوع ده هيطول حبه لحد ما نعرف ندمر الوحوش. انتوا ما بتدافعوش عن نفسكم او عن مدينتكم وبس، انتوا بتدافعوا عن كوكب الارض بكل اللي فيه، واهم حاجه اننا نفضل ايد واحده. وثاني يوم بيكون ايسان اتصل باصحابه وطلب يقابلهم في المكان ده. صحابه بيروحوا له وايسان بيقول لهم يا مرحب بكم في مكاني المفضل، هنا بقى هتلاقوا كل حاجه. شايفين البنت دي اسمها هايلي، متخرجه من اكبر الكليات في امريكا وعبقريه في البرمجه، وعلى فكره المكان ده بتاعها لانها زهقت من الالكترونيات والحاجات دي. هايلي بتيجي تتعرف عليهم وبتقول لي كده تقدري تعزفي انت وفرقتك هنا يوم الجمعه. فبتقول لها خلاص يا ستي ماشي. هايلي بتسيبها وتروح لكونر وبتقدم له عرض في الكوره ما يترفضش بما انه نفسه يلعب في نادي وكده. والله يا اسطى احنا كلنا محتاجين واحده زي هايلي في حياتنا. المهم ان العيال بتمشي وتومي بيرن على ايسان وبيقول له تعالى لي عند النهر، وبنشوف الوحوش اللي بيكونوا متعصبين وعايزين ينتقموا من الحراس واهم حاجه انهم يقتلوا تومي الاول. وبنرجع لكونر اللي بيبدا يلعب في نادي حقيقي وبيكون جايب اهداف للروكا. حرفيا الواد شبه محمد الكينج في الملعب، بيمرقص ويأن ويلاغي وبكورت على الجول. المدرب بيعجب بيه جدا. وفي الوقت ده تومي بياخد ايسان وبيروح على طريق النهر وبيشوف الثلاث بيضات دول. تومي بيفرح وبيقول لايسان احنا لازم نحافظ عليهم. ومره واحده الوحوش بيوصلوا. ايسان بيقول لتومي انت جاهز؟ فبيقول له جاهز مين، انا بقالي 7 سنين ما عملتش اكشن. الوحوش بتكون عايزه تاخد البيض وايسان بيبدا يتعامل معاهم. حرفيا اللي قلبه جايبه على نقله هيشيل حبايبه. تومي بيضرب معاه شويه كل عمل عنتر بيتسنطر. الوحوش بتبدا تسيطر وايسان بيكلم كونر بينصدم وبيضطر يخرج من الملعب. كيرا كمان بتعرف اللي حصل وهي واصحابها بيبداوا يتحولوا. ايوه يا وحوش هم دول بقى المطرشمين اللي ما بيعتمدوش. بيدخلوا دخله غبيه حبتين حرفيا بيسووهم على الجنبين. اركن ياد لاخدك في الغساله في امين. المهم ان محدش بيسد مع الحراس وعشان كده بيهربوا. وبعدها كونر بيرجع على الملعب والمدرب بيقول له انت ليه مشيت من غير ما تستاذن؟ فبيقول له معلش حصلت لي ظروف. بيقول له حظ اوفر في مكان تاني يا ابني. كونر بينصدم والبنت دي بتبعت له الكره وبتقول له شوطها. فبيقول لها ماشي يا عسل. ونرجع لايسان وكيرا اللي بيكونوا قاعدين في الكافيه بتاع هايلي او نقدر نقول عليه سايبر، تمشي برضه. المهم ان بيدخل عليهم الواد ده وبيكون عايز هايلي وبيفضل يهزر مع كيرا اللي مش بتكون طايقاه اصلا. ما بيعديش كتير وكونر بيرجع لزمايله وبيعرفهم اللي حصل معاه. بيكون متعصب عشان لو ما كانش راح يحارب مع اصحابه كان زمانه انضم للنادي رسمي. وبيقول لهم انا بقيت متضايق من
بنعمل حكايه اننا حراس وبنحمي العالم، انا هروح اتكلم مع تومي. وفعلا بيروح له وبيلاقيه بيعمل شويه التجارب العجيبه الغريبه دي. بيقول لهم خير يا شباب. كونر بيقول له انا عايز اتكلم معاك. اتكلم مع مين يا ابن الكلب؟ انت مش شايفني بتضرب؟ كونر بيقول له انا عايز اسيب الفريق، انا خلاص حياتي اتدمرت بعد ما سبت اكبر نادي في المدينه. تومي بيقول له انا عارف احساسك يا ابني لاني مريت بيه، بس لازم قبل ما تاخد القرار تفكر فيه كويس. انما زعيم الوحوش فبيكون عايز يدمر تومي قبل ما يدرب الحراس ويخليهم يكتشفوا قوتهم الحقيقيه. بيصنع وحش جديد وبيكون حرفيا مخيف. وبنرجع لكونر اللي بيجي له المدرب وبيقول له الاستاذ تومي قال لي انه السبب في انك تسيب التدريب النهارده، فعشان كده انا رجعت في قراري وخلاص هرجعك الفريق تاني. كونر بيشوف صحابه وبيقول لهم خلاص الدنيا اتظبطت معايا ومش عايزكم تزعلوا مني بقى. فبيقول له يا عم ولا يهمك شوف حياتك. تومي بيكلمهم وبيقول لهم في وحش في المدينه. كونر بيقول له اعمل حسابك ان دي اخر معركه هدخلها معاكم. العيال بتبدا تتحول وتحولتهم بتكون جامده كالعاده. بيروح على الوحش وبيشربوه القهوه ساده. الوحش بيبدا يسيطر وبيسيبهم وبيجري. تومي بيبعت لهم الاليين بيركبوهم زي الحصنه وبيطلعوا يجروا ورا الوحش. الوحش بيشوف البنت اللي حدفت الكره لكونر وكونر بياكلوا رجل بتبعده عنها. امها بتيجي تاخدها والحراس مش بيكونوا عاوزين يسيبوا الوحش في حاله. بيدوا له كام ضربه بالدواخو وبيدخلوا عليه بكل قوتهم وهي واحده نار بيقلبوها دمار. الوحش بيكبر وبيكون حرفيا جبار. الاليين بيكونوا مستعدين وبيدخلوا على الوحش دخلة ازعرين. ما قالوا لك اركن يا حزين. البنت دي بتروح لكونر وبتاخده في حضنها وبتقول له انا متاكده انك هتنقذني في اي وقت يا وحش. كونر بيتاثر وبيقرر يستغنى عن النادي. بيرجعوا الكافيه وهايلي بتنادي للناس عشان يسمعوا كيرا وهي بتغني. وفعلا كيرا بتبدا تغني والناس كلها بتفضل ترقص. عيشوا يا جدعان وانبسطوا محدش واخد منها حاجه. المهم ان تومي بيكون جاي لهم بس الوحوش بتغدر بيه وبيخطفوه. وبكده كل اللي فات كان هزار يا زميل، بس اللي جاي شغل على تقيل. الوحوش بيودوا تومي على المركبه الفضائيه وزعيمهم بيقول له ازيك يا تومي انا عايزك تعمل لي حجر يديني طاقه كبيره. فبيقول له روح لامك هي تعمله لك. قول لي صحيح امك في العش ولا طارق؟ فبيقول له هعرفك انا دلوقتي. انما الحراس فبيكونوا خايفين على تومي وحاسين ان حصل له حاجه. إسام بيلعب في الكمبيوتر وبيلاقي تومي سايب لهم فيديو كان مصوره قبل كده وبيقول فيه لو بتسمعوا الفيديو ده دلوقتي يبقى حصلت لي حاجه وحشه او في حاله طوارئ. الست بدات في انجل جروف لما في 5 شباب كانوا جاهزين عشان يواجهوا ساحره الفضاء الشريره ريتا ريبولسا. ودي يا زميلي في سلسله تانيه من باور رينجرز، ولو حابين نلخصها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم قدام. المهم ان الشباب استغلوا قوه الديناصورات عشان يكونوا اول باور رينجرز على الارض، واللي كان بيشرف عليهم هو كائن من المجرات وهو المدرب زوردون زاك. المهم ان تومي كان موجود في العالم بتاعهم وفي يوم الساحره الشريره واجهته وتومي ما عرفش يعمل حاجه معاها. الوحوش خطفته وعرفوا يخلوه تحت سيطرتهم بدون ارادته لحد ما بقى حارس وبيواجه فريق الباور رينجرز. صاحبته كيم حاولت تنصحه وتفهمه ان الطريق اللي ماشي فيه غلط، ولكنها ما تعرفش ان الوحوش متحكمين في دماغه بالجامد. وبرغم كده اصحابه ما استسلموش وعرفوا ينقذوه من سحر الشر. وصاحبه بيقول له انت من النهارده بقيت واحد مننا. وفعلا بقى حارس طاقه معاهم. بس المشكله ان القوه اللي الوحوش اديتها له كانت مؤقته، وعشان كده المدرب بتاع الحراس بيخلي تومي الحارس الابيض. الحراس بيقولوا بقى الواد تومي اللهبه اللي يطلع حارس بالقوه دي كلها. هايلي بتجيلهم والحراس بينصدموا لما بيشوفوها فبتقول لهم مش وقت صدمه، تومي في خطر ولازم تنقذوه. لو كنت بساعده من زمان لان تومي شخص موهوب جدا. وبتعرفهم ان تومي في سفينه فضائيه. وبنرجع لقصه تومي لما امبراطور الشر زد بيحاول يدمر كوكب الارض. ورايا زد ده. المهم ان بيظهر له 3 حراس جداد. ساعتها الوحوش اتعاونت وقامت حرب كبيره جدا ودمروا حاجات كتير، فعشان كده الحراس اتدربوا كويس وبقوا مستعدين لاي مواجهه يا زميل. لو كمان بيعرفوا يهزموا الوحش وكلهم بيكونوا مبسوطين جدا. ويا فرحه ما تم الوحوش بترجع تاني، ولكن الحراس بيلاقوا كريستالات القوه دي ودي بقى ادتهم قوه فتاكه. بيخوضوا مغامره كبيره جدا وبيقابلوا حراس كتير ووحوش اكتر وبيقرروا يخلوا الواد الاقرع ده قائد الفريق. وطبعا يا زميلي انت مش عارف فين يودي على فين، على الطلبات ولا انا. المهم ان تومي بعيد عن حياه الوحوش والكلام ده كله لحد ما لقى الاحجار الكريمه. وساعتها ريتا هجمت على اصحابه تاني، بس المره دي الهجمه بتكون شديده تقريبا كانت هجمه مرتده. وعشان كده الحراس بيسيبوا الكوكب بيروحوا على كوكب مش موجود في مجموعه الكواكب اصلا وبيقابلوا حارس هناك والحارس ده بيساعدهم. دخلوا برضك في حروب على الفضاء ولكنهم اتعاملوا مع كل ده اصدقاء لحد ما ظهر لهم حارس اسمه زين وده حارس الفضاء. الواد حرفيا كان كفاء، بس في حرب تانية قامت على كوكب مارينو. المهم ان بيظهر ابطال جداد وبرضك بياخدوا قوه الباور رينجرز وكان برضك عندهم شريره، والشريره دي واحده كانت بتتصور بسناب والفلتر لزق في وشها. المهم ان الحارس الاحمر كان قوي جدا وكفيل يقف قدام اي وحش. وبعدها دخلوا في معركه جديده وبنشوف صور كل الحراس وكمان الحاجات اللي بتحولهم، وكان اسمهم حراس السرعه. كانوا محتاجين واحد تاني لحد ما ظهر لهم الالماني. ونرجع لتومي اللي لسه بيعافر ومش عايز يستسلم للوحوش. قسما بالله انت اسد يا واحد زيك مر بكل الحاجات دي لازم يكون اسد. المهم ان اكس بيكون عايز يعمل معاه زي ما ريتا عملت زمان ويخلي حارس شرير. بيشغل الجهاز ده وتومي بيقول له الجهاز ده نازل تحت كده ليه هسافل. ونرجع لهايلي اللي بتفضل تحكي للحراس عن تاريخ الباور رينجرز. كيرا بتقول لها تعرفي ترجعي الزمن للحظه اللي تومي اتخطف فيها، وما تنسيش ان حراس طاقه الزمن عملوها قبل كده، لان هايلي كانت واحده من الحراس دول يا زميلي.
ولو انت متابعني من زمان ابو الصحاب كنت هتعرف ان حراس طاقة الزمن ظهروا في باور رينجرز نينجا ستيل، ولو ما اتفرجتش عليها هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف. ولازم تعرفوا ان كل الاجزاء فاتحه على بعضها، ده حتى انا هيعملوا لي جزء خاص بيا. نكمل بقى. ايه المهم ان كل سلسله من باور رينجرز كان ليها التحديث الخاص بيها، زي حراس السرعه، حراس طاقة الزمن، حراس طاقة الديناصور. وحراس الديناصور دول ليهم كذا سلسله، داينو ساندر وداينو تشارج وداينو فيوري، وطبعا داينو تشارج وداينو فيوري انا ملخصهم، هتلاقيهم عندي على القناه برضك يا زميلي. نكمل بقى وكفايه مقاطعه. المهم اننا بنعرف ان اخو كونر كان في مدرسه النينجا، وكونر افتكر اللقطه دي لانهم دلوقتي بيتكلموا عن حراس النينجا، ودول غير نينجا ستيل طبعا. وبنشوف حارس الساموراي الاخضر لما بيروح يساعد حراس النينجا وكمان بيضحي عشانهم. تومي بيظهر على الشاشه وبيقول بعد الحروب دي كلها اكتشفت ان الوحوش لسه موجودين، وعشان كده جبت الثلاث شباب دول واديتهم قوه خارقه يقدروا يستخدموها ويقفوا ضد الشر. كونر بيقول تومي بيثق فينا جدا وعشان كده لازم ننقذه. هايلي بتقول لهم انا لقيت بوابه مخفيه هتخلينا ننقذ تومي، وبنرجع لتومي اللي الوحش بيقول له تعالى حبيبي تعالى. يجي فين؟ ده الحراس هيسووكم على الجنبين. الحراس بيستعدوا عشان يروحوا ينقذوا تومي، وهايلي بتقول لهم استنى يا شباب خدوا المكان ده معاكم. فبيقولوا لها هو ده، بتشرح لهم الخطه اللي هيمشوا عليها. وفعلا الحراس بيبداوا يتحولوا ويجهزوا، ونرجع لاكس اللي بيقول لتومي اجهز بقى عشان تصنع لي الجوهره. على فكره انا ابتديت اتعصب. بيبعت الجوهره عليه وبيبدا يطلع منها طاقه. زي ما الوحوش بيقول لإلسا روحي هاتي لي الثلاث حراس وتعالي. المشكله يا زميلي انهم داخلين عليه اصلا. تومي بيقول له اربط الاحزمه واستعد اللي هتقابله. الزعيم بيقول لإلسا انا مش عايز اي غلطات المره دي. في الوقت ده الحراس بيوصلوا على الجزيره وبيشوفوا البوابه اللي المفروض يدخلوا فيها، وقبل ما يعملوا حاجه إلسا وباقي الوحوش بيوصلوا اجيها. كونر بيقول لها جيتي في وقت، انا اصلا كنت عايز اضرب حد. الواد ده بيقول لهم احنا مش هنخليكم اصلا تعدوا من البوابه غلابه. الحراس بيدخلوا عليهم بيبداوا يخبطوا فيهم بالمكان، ويا سلام على الدكن والوحش اللي اتركن. يا دي اخره اللي يلعب مع شويه مجانين. كونر بينزل من على المكنه وبيدخل على الوحوش هيجان السنين، بيروق عليهم شويه وبيرفع نفسه في الهواء وبينزل على المكنه تاني. واللي عامل عنتر بيحصل تهاني. ولو مش مصدقني يا زميلي اسال امان، كانت واقفه وحاضره الخناقه دي. المهم ان الوحش بيحاول يضرب كونر وهو في الهواء، بس مفيش حاجه بتاثر فيه. كونر بيرجع عليه بواحده ستريلينكس في الهواء بالطياره. البوابه بتكون هتقفل والحراس بيدخلوا فيها باقصى سرعه. الوحوش بيحاولوا يمنعوهم ولكنهم كفاءه برضه، وعشان كده بيدخلوا البوابه في اخر لحظه. هايلي بتكون متابعاهم وبتعرفهم الطريق، وتومي بيقول لاكس مالك خفت ولا يا عم الجريء؟ فبيقول له يا ابني خاف من مين؟ ده انا هركبهم لك التنين. بيدخل بنفسه على الثلاث حراس وبيقول لهم تعالوا البابا. الثلاثه بيخافوا وبيكونوا هيرجعوا، او بمعنى صح يعني بيقولوا طز في تومي ما احناش عايزينه، بس الوحش بيهاجمهم. في الوقت ده الوحوش بتوعه بيوصلوا وهم اللي بيتضربوا بدل الحراس. الحراس بيوصلوا لتومي وبيحرروه، وتومي بيقول لهم هنحاول نستخدم البوابه اللي جابتكم هنا عشان ترجعنا تاني. فبيقولوا له استنى بس يا معلم احنا محتاجين نتكلم معاه. بيقول لهم مش دلوقتي لازم نخرج من هنا الاول. بيقولوا ما تحورش احنا عارفين انك حارس طاقه. في الوقت ده الوحوش بيدخلوا عليهم وتومي بيكون مستعد. تومي بيقول له عنك انت يا قائد اسمحوا لي بقى بالرقصه دي. هو واصحابه بيبداوا يتحولوا وحرفيا بتقوم مجزره في السفينه. اي حد عامل عنتر بيتقلب دينا، واللي شايف نفسه بياخد بالجزمه القديمه. تومي برضك بيعمل شغل جامد ولكنه بيتضرب في الاخر. البوابه بتتفتح والحراس بيهربوا منها. تومي بياخد الجوهره وبيضرب الوحوش، وفي اخر لحظه هو كمان بيهرب. الحراس بيروحوا عند البوابه الثانيه والوحوش بيهجموا عليهم ولكنهم بيهربوا في اخر لحظه. الوحوش بتروح وراهم والواد ده بيضرب صعقه على تومي. تومي بيصدها بالجوهره وبيحصل شعاع كبير. الجوهره بتتكسر وتومي بيختفي. إلسا بتقول للحراس امال انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ هنسيبكم تعلموا علينا؟ لا اهدى عمنا منك ليه؟ الوحش كان بيجرب قوته مش اكتر، وهي دي بقى القوه اللي عنده. الحجر الاسود بيتشكل من الجوهره وده قوته الاختفاء. الوحش بيبدا يتحول وبيكون جامد جدا، وعشان قوته الاختفاء بيدخل عليهم بكل غباء. الواد حرفيا منع العشم وداخل بغباوه وغشم، واي حد بيشوف نفسه بيكسر له نفسه. ما قال لك يا ابني التقشار الحليب. وللامانه كلهم بيكونوا مسيطرين على عهد مكملين، لا فرق معاهم محمود ولا اسماعيل. بيدخل على الوحش ده ولكنه بيكون اقوى منهم بكتير. وكونر بيدخل على إلسا وبيكون مسيطر عليها يا زميل، وعشان كده بتهرب. انما الحراس بيبداوا يسيطروا هم كمان. كونر بينضم لهم والثلاثه مع بعض بيتحدوا وبيدمروا جيش الوحوش يا جدعان. وفي نفس الوقت تومي بيروق على الوحش ده وبيقول له بعرف رئيسك ان خلاص مو صلاح رجع الملاعب. الوحش بيهرب وزعيمه بيشوف كل اللي حصل وبيكون متعصب. بيبعت عليهم وحش كبير والغلبان فاكره هيخيل. هاي اللي بتقول لتومي الحمد لله على سلامتك يا وحش، جه وقت استدعاء الآلي بتاعك. وللامانه الآلي بتاعه بيكون اجمد من باقي الحراس يا رجاله. آلي تايتان وبقى الآليين بيدخلوا دخله جامده، وحرفيا الوحش مش بياخد في ايديهم دقيقتين، هي واحده والتانيه والتالته معروفه رايحه فين. بيخلصوا عليه وبيرجعوا الكافيه بتاع هايلي. بيكونوا عايزين يعرفوا من تومي هو ازاي بقى حارس بيختفي. فبيقول لهم الحكايه دي انا كنت شغال عليها من بدري، بس هي جت لحد عندي. هو والحراس بيفضلوا يهزروا مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا.
وتاني يوم كيرا بتكون قاعده تغني في الكافيه بتاع هايلي، بس بيكون في دوشه جنبها، حرفيا صحابها بس اللي مستمتعين بالغنى بتاعها. بتخلص غنى وبتكون متضايقه، بس الواد اللي حاول يهزر معاها قبل كده بيجي يقول لها على فكره الاغنيه كانت جميله، وبيعرفها انه رسام برضه. وكيرا بتعرف صحابها انها كانت مصاحبه مغنيه مشهوره، هم اصلا دخلوا المجال ده مع بعض، بس صاحبتها عد ايسام بيقول لها نصيحه مني روحي غني مع صاحبتك. في الوقت ده بيوصل ابو الشاب اللي بيحب كيرا، والعلم يا زميلي الشاب اسمه تيرن. المهم ان تومي بينصدم لما بيشوفه، وبيقول له ازاي انا افتكرتك مت على الجزيره. فبيقول له انا كنت محظوظ يا تومي، بس ما حبيتش اكلمك بعديها عشان كنت عايز ابدا حياه جديده. تومي بيقول له التجارب بتاعتنا حصل فيها تطورات كتيره، وبنفهم ان ده صاحبه اللي تومي كان بيتكلم عنه في الحلقه الثانيه، وصاحبه ده بيكون اسمه هرنانديز واختصاره هيكون ميرسا. المهم انه بيقول له هبتكلم معاك الاسبوع الجاي لاني مش فاضي. ولما بيرجع البيت ابنه بيقول له هو انت تعرف الدكتور تومي؟ فبيقول له تومي كان جزء من الماضي بتاعي، الماضي اللي قررت انساه من زمان، وحاول ما تسالش كتير. وبعدها بنشوف النجمه اللي كيرا عايزه تشتغل معاها واللي كانت صاحبتها زمان، بتكون في المول ده، وكيرا واصحابها بيوصلوا. واول ما البنت بتشوف كيرا بتفرح جدا، وبيظهر عليها انها اتغيرت وبقت مغروره، وبتسيب كيرا عشان تتكلم مع الصحافه. وبعدها بنشوف الوحوش اللي بيكونوا متعصبين كالعاده، يعني مش حاجه جديده عليهم، وبيظهر ان عندهم خطه شريره. وبنرجع لكيرا اللي صاحبتها بتسيبها وبتمشي. كونر بيقول لها انا اسف انك طرحت عليك الفكره دي وانك تيجي لواحده مغروره زي دي. ومره واحده بتسمع صاحبتها وهي بتصوت لان في وحش في المكان. الحراس بيدخلوا على الوحوش، وكالعاده محدش بيعرف يعمل معاهم حاجه يا جدعان لانهم بيلعبوا في وشهم الباخ. كيرا بتحمي صاحبتها وبتقول لها اهربي من هنا، بس الوحش بيضرب صاحبتها بحاجه غريبه، والحاجه دي بتاخد منها جمالها، وهو ده اللي بيعمله مع اي واحده حلوه. الحراس بيعرفوا اللي حصل وبيكونوا مصدومين. تومي واصحابه بيبداوا يتحولوا، بيروحوا على الوحش ولكنه بيكون غشيم. انما البنت المغنيه فبتكون قاعده تعيط، وكيرا بتحاول تهون عليها بس ما بقاش عندها وقت عشان لازم تروح لاصحابها. كايلي بتقول لها ما تسيبنيش لاني محتاجاكي جنبي. الحراس بيكون معمول معاهم الصح والغلط، والبنت الهبله دي بتروح عشان تصورهم، وبما انها قربت فلازم يعني الوحش يروق عليها احسن، لان من اول الحلقه بقول لك اتهدي. المهم ان الوحش ده بيجي لتومي وبيقول له تعالى لي يا عم الحلو. حرفيا التخبيط بيكون شغال على الحراس يمين وشمال. ونرجع لكيرا اللي بتحاول تشجع صاحبتها انها تغني بالشكل ده، وبتقول لها انا لازم اسيبك وامشي. كايلي مش بتكون طايقه البنت المغنيه، وعشان خاطر كيرا بتشغل لها الاغنيه دي. انما تومي فبيبدا يعلم الواد ده الادب، بس الواد بيكون شديد حبتين. مش معنى كده ان تومي هيريح يا حسين، لا ده بيقوم عليه وبيسيطر بالجامد. ونرجع لباقي الحراس اللي بيكونوا منفوخين، بس في الوقت ده كيرا بتوصل بتبدا تتحول، وهي واصحابها بيدخلوا على الوحش، ورغم انه غشيم ولكنهم بيعرفوه هو واقف قصاد مين. ودي واركن اسماعيل. الوحش بيتكبر اللي مات، ولكن الحراس بيكونوا ليه بالمرصاد، بيدخلوا عليه بس برضك بيكون غشيم حبتين 3 4. اما تومي فبيهزم الواد ده وبيخليه يهرب زي الفرخه. الواد ده اصحابه بيسيطروا على الوحش، واركن يالا ما تبجعش، بيبعتوا عند اللي صنعوه، وكل الناس بترجع لطبيعتها حتى بنت الكلب دي. انما الاتنين دول فمن الصبح بيكونوا عمالين يلفوا على مطاعم ويشتروا حاجات بخصم عشان كبار في السن ما يعرفوش انهم رجعوا لطبيعتهم، والناس بيطلعوا يجروا وراهم عشان يضربوهم. اما كيرا فبتروح لتيرين اللي بيكون رسمها، وبيقول لها كلمتين يشجعوها قبل ما تغني. وفعلا كيرا بتطلع تغني، وصاحبتها بتنضم لها في الغنى، والكل بينبسط جدا بالعرض. وتاني يوم بنشوف ايسان وهو قاعد بيلعب، وبالغلط بيزق الويتر وبيوقع الحاجات اللي في ايده. هايلي بتجيله وبتقول له هو انت تمام يا ابني؟ بكلمك يا رد عليا. فبيقول لها اللعبه الجديده دي جامده جدا. وبعدها بنشوف الاتنين العبط دول وشكلهم كده بيتدربوا على مسرحيه، لكن ما انصحكش انك تتفرج على المسرحيه دي يا زميلي. المهم اننا بنشوف الوحوش، وكالعاده بيكونوا متعصبين وعاوزين يقتلوا الحراس، وبيصنعوا وحش عشان يهكر لعبه ايسان. ونرجع للحراس اللي بيكونوا متعصبين لان ايسان مشغول باللعب وسايبهم. ومره واحده الوحوش بيوصلوا، الواد تومي بيدخل عليهم بيعجب فيهم، ما بيخلي ضاقه. اركن يلا بلاش هطل. الوحوش بتبدا تشد حيلها، ودخلتهم بتكون شديده حبتين 3. لا اركن يا حماده. مهما كان العدد كبير دول الحراس برضك يا زميل. كده بتقع على المكنه وبتقول لاصحابها ما يلا نتحول بقى. وفعلا ال3 بيبداوا يتحولوا، والامانه اجمد من بعض في التحويله. الوحش بيدخل على تومي، وباقي الحراس بيدخلوا على الوحوش. والامانه كونر عامل شغل جامد، واركن يا حامد. وكده محدش يستقل بيها، حط عليهم مسايبه ضاقه راجيها. تومي رخر ربنا بيكرمه وبيبدا يسيطر، وبيخلي اللي قدامه يتسنطر. الوحوش بتهرب، وتومي بيقول للحراس روحوا هاتوا ايسان وتعالوا على المختبر. وفي الوقت ده هايلي بتقول لي ايسان ما يلا يا ابني نمشي عايزين نقفل. فبيقول لها امشي انت وانا هخلص الجيم وهبقى في المحل. بتقول له خلاص يا عم امري لله. بتمشي من هنا، والواد بيوصل الجهاز ده في الكمبيوتر، وده طبعا عشان يخترق اللعبه ويكسب. الوحش بيوصل مكانه وبيحذف فيروس على الجهاز، وهوب ايسان بيتشفط جوه. الاتنين دول بيدخلوا ومش بيكونوا فاهمين حاجه، ومره واحده الوحش بيوصل وبيحبسهم هم كمان. عليا انام انا فرحان فيهم يا جدعان. نسيبنا منهم ونرجع لايسان اللي
وبيكتشف انه وقع في اللعبه. بيفضل يتكلم مع الواد الاهبل ده والاتنين مش بيكونوا فاهمين بعض. اما الحراس فبيروحوا على الكافيه بس الوحش بيجي لهم وبيقول لهم تعالوا عشان ابعتكم لصاحبكم. بيبداوا يضربوا في بعض والوحش بيكون سداد مع الاتنين. كونر بيكلم تومي وبيحكي له اللي حصل. اما ايسان فبيفضل يتحايل على الراجل ده عشان يعرفه يخرج من هنا ازاي، بس الراجل مش بيعبره. ايسان بيحس بحاجه غريبه في الغابه وبيكون مرعوب، وفجاه الحاجات دي بتظهر له فبيقول له واضح احنا نهارنا فل. بيدخل عليهم والواد ده بيشوفه من الشباك. ايسان بيكون مسيطر ومحدش بيعرف يعمل حاجه معاه، ومن ناحيه تانيه اصحابه بيكونوا منفوخين. كده بتدخل على جوه وبتستغرب لما بتلاقي الجهاز بتاع ايسان، ومره واحده الجهاز بيسحبها. ايسان بيتضرب ولكن كيرا بتوصل. الاتنين بيخشوا على الكائنات سوا، واي حد تعبان بيدوله الدواء. للامانه الاكشن من اعلى مستوى. بيبداوا يتحولوا وبيكونوا جاهزين. بيدخلوا دخلة معلمين لا فرق معاهم 6 ولا 60. اما كونر فبيكون محطوط عليه بالجامد، بيكون لسه يتحول بس الوحش بيضربه وبيدخله على الكافيه. الجهاز بيتاثر بالضربه وبيرجع الحراس العالم الواقعي تاني. برضك بيكملوا ضرب في الوحوش، وايسان بيقول زي الفل ده هايلي هتظبطني لما ترجع. المهم ان كونر بيتحول وهو كمان بينضم لهم. يفضل يضرب في الوحش ويركن يالا ما تبجحش. الوحش بيهرب وايسان بيدخل يصلح اللعبه اللي بتخرج منها الشخصيه دي. كيرا بتعرف اللي حصل وبتحاول تظبط الجهاز، وتومي بيقول لايسان ده انا هنفخك بس اصبر عليا. الواد ده بيزهق من رغيه فبيكتم له بقه. كونر بيقول له تسلم يا رجوله. ايسان بيخليه يفك بق تومي وبيقول له حقك عليا. هايلي بتقول له على فكره انت عملت حاجه حلوه لان احنا كده هنقدر نضرب انظمه الوحش. وبعدها كونر وتومي بيتحولوا وبيروح على الوحش. بيكون شادد حلو حبتين وهوبا بيوصل اجمد اتنين. كلهم بيجهزوا اسلحتهم وبيدخلوا يخبطوا فيه وخد ويركن يا زميل. الوحش بيرجع بحجم كبير والحراس بيستدعوا الاليين. بيبداوا يندمجوا معاهم وبيدخلوا على الوحوش سخنانين، وهي 1 2 3 ويركن يا حماده. الوحش ده بيروح لزعيمه وبيقول له انا عندي فكره هنقدر نهزم بيها الحراس. فبيقول له ما دام كده يبقى اتعامل بطريقتك. وفي الوقت ده هايلي بترجع الواد ده على العالم بتاعه، والاتنين دول بيجوا لهم. البنت بقت شبه سيد ازاي. بس المهم يا زميلي ان ايسان اتعلم من غلطته ومش هيلعب اللعبه دي تاني اتمنى. وتاني يوم بيظهر وحش مخيف في المدينة. الحراس بيروحوا عليه وبيندمجوا مع الآليين، ولكن الوحش بيبعتهم على العصر الثلجي عشان ما يعرفوش يحاربوا، ولكنهم بيقدروا يرجعوا للعالم بتاعهم تاني. بيفضلوا يخبطوا فيه لحد ما بيخلصوا عليه. وبنشوف الاتنين دول هما بيتخانقوا مع بعض عشان خطتهم فشلت، وبيقرروا يشتغلوا على خطة جديدة وبيصنعوا نسخة من الوحش ده. ونرجع لإيسان اللي بيقول لي انت مالك مستعجل كده ليه؟ اهدى شوية عشان تعرف تشتغل ويا عم ربنا يعينك. وبعدها بيكمل مرازية وبيهكر كمبيوتر البت دي وبيخليها تترعب. هايلي بتجيله وبتقول له مش هنهدى شوية بقى؟ بيخليها تمشي وبرضك بيخض البت الهبله. وفي الوقت ده ابو ترنت بيوصل وبيقول له يلا عشان نمشي، وانا قلت لك 100 مره تسيبك من الشغلانه دي. فبيقول له مالكش دعوه بيا يابا انا كده مرتاح. وبعدها بنشوف تومي وهو ماشي مع ترنت وبيقول له اسمع كلام ابوه. فبيبدا يحكي له المشكله اللي حصلت ما بينهم وبيقول له انه هم الشغل وبس. تومي بياخده وبيمشي بس بيلاقي الوحش ده جاي وراه. بيفرمل وبيلزقوا في العربيه والاتنين بينزلوا له. الوحش بيقول لهم مين فيكم تومي؟ انت؟ طب استعد بقى. بيدخل عليه وبيكون جته ومسمع في اي حته. وقبل ما يعمل حاجه ترنت بيقول له اركن يا حماده. بيدخل على الوحش بس المره دي بيتضرب، اقصد بيتفرم وبيتعجن. بس في الوقت ده الحراس بيوصلوا. كده بتروح تطمن على تيرين فبيقول لها انت عرفت اسمي ازاي؟ باقي اصحابها بيدخلوا على الوحش وبيضربوه، بس بيظهر وحش تاني وبياخده معاه وبيمشي. بيروح على جزيره اكس وبيحط الوحش في الجهاز عشان عاوزه يبقى اقوى. اما تيرين فبيرجع البيت لابوه وبيقول له هو انت ايه مشكلتك مع الدكتور تومي؟ فبيقول له في حاجات مش هتفهمها دلوقتي. على العموم انا اشتريت الكافيه بتاع هايلي. بيقول له انت اللي يخليك تعمل كده؟ فبيقول له انا عرفت انها مأجره الكافيه ده وانا اشتريته عشان انت بتحبه. بس ترنت بيتعصب والاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض. اما هايلي فبتعرف اللي حصل وبتكون مصدومه. ترنت بيجي لهم ويقول لهم حقكم عليا بس انا ماليش ذنب في اللي حصل. توم بيقول له تعالى معايا انت وايسان. بيروحوا يقابلوا الست دي بس الوحش بيوصل له. بيفضلوا يضربوا عليهم بلازمه وترنت بياخد الست دي وبيمشي. الست بتشكره وبتقول له كنت عاوزني في ايه؟ فبيقول لها انا مش عاوز الكافيه بتاع هايلي يتاخد، وبما انك صاحبه الكافيه فهتقدري تساعديني. اما الحراس فبيدخلوا على الوحش اللي بيكون مسيطر طول وعار. باقي الحراس بيوصلوا وكده بتقول ده احنا صباحنا فول. كلهم بيبداوا يتحولوا والوحوش عددها بيكتر. الحراس مش بيعتمدوا حد وبيدخلوا عليهم بيتوصوا بيهم وبينزلوا تكسير في عظمهم، وحرفيا اي هيت شايف نفسه بيكسروا له نفسه. الوحش ده بيكبر وبرضك الآليين بيوصلوا. الحراس بيندمجوا مع الآليين وبيعملوا ميكس مهين. ايه يا جدعان الفخامه دي؟ تومي بيكون شغال تخبيط من تحت ومسفف الواد ده التراب. اما الحراس فوق فبيكونوا منفوخين ابو الصحاب. تومي والواد ده بيكونوا لسه بيحاربوا في بعض، واحلى واحده على الطاير بتشقلب الوحش. الوحش الكبير بيكونوا هيضربوه ولكنهم بيكهربوه حرفيا بيسووا على الجنبين واخيرا بيخلصوا عليه. الوحش ده بيتعصب وبيقرر ينتقم. وفي الوقت ده ترنت بيكون واقف في البيت ومره واحده الدوامه دي بتظهر وبتسحبه. وفي نفس اللحظه ابوه بياخد رجالته وبيروح على الكافيه. بس الست دي بتقف في وشه وبتقول له الكافيه ده مش للبيع، يلا خد رجالتك وامشي. كل شباب المدينه بيكونوا معاها وموافقينها في الراي، والراجل بيتكسف كسف السنين وبيمشي. والغريبه ان الدوامه بتودي تيرنت على الكافيه، ولما بيعرف اللي حصل بيتضايق عشان عارف ابوه هيعمل ايه.
وتاني يوم بنشوف ايسان برضك وهو قاعد بيلعب بلاي ستيشن. يا ابني انت ما حرمتش. اصحابه بيقولوا له سيب اللي في ايدك ده يا حبيبي ويلا قوم ذاكر عشان المشروع اللي هنسلمه بكره. كيرا بتقول لهم هو انتوا ما شفتوش الواد ترند؟ فبيقولوا لها من ساعه ما ابوه كان هنا الاسبوع اللي فات والواد ما ظهرش. وبنرجع لترند اللي بيكون هيموت ويعرف ايه الدوامه اللي نقلته من مكان لمكان دي. ابوه بيجي له وبيقول له في حاجه ولا ايه؟ فبيحكي له اللي حصل معاه وبيقول له انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيظهر ان ابوه عارف اللي فيها بس بيخترع اي حاجه وخلاص، زي ان الواد بيتهيأ له مثلا وبيقول له في حاجه هخليك تورثها يا ابني والحاجه دي هتحسن حياه البشر كلهم، واول ما الاقيك جاهز هسلمك الحاجه دي. لحظه واحده يا زميل، جوده السلسله دي انت ممكن تلاقيها مش احسن حاجه، وده لانها 2004 يعني هي دي كانت جوده التصوير ساعتها، فاهمني؟ نكمل بقى مع الوحوش اللي بيكون عندهم خطه شريره كالعاده يعني. وبنرجع لتومي اللي البنت دي بتطلب منه انها تصور فيلم تاريخي، فبيقول لها ياما صوري اللي انت عايزاه المهم انك تبعدي عني. المديره بتجيله وبتقول له انا عاوز اروح معاك في رحلتك الميدانيه، فبيقول ده ايه اليوم اللي كله عجايب ده. وبعدها بيروحوا المنطقه دي عشان يفحروا فيها ويدوروا على مستحفات ديناصور. وكاس دي بتشوف تومي واقف مع المديره وبتفتكر ان الاتنين ما بينهم قصه حب وما تعرفش ان تومي عايز يخلص من المديره اصلا. ايسان بيكون قاعد يحفر ومره واحده بيلاقي البيضه اللي تبع الوحوش. الحراس بيروحوا له والمديره بتروح وراهم، ومره واحده الوحوش بيوصلوا وبيبداوا يهجموا على كل الموجودين. بس زي ما انتم عارفين تومي والحراس لا بيعتمدوا وحوش ولا بني ادمين. اوعى تيجي على مين، ده احنا اللي وسوسنا للشيطان وقال امين. ما قالوا لك اركن يا اسماعيل. المهم ان البيضه بتكون هتقع وتومي بيكون قدامه اختيارين، يا اما ينقذ البرده دي او ياخد البيضه. انا من رايي ينقذ البيضه ويعمل لنا فطار، ولكنه بيروح ينقذ بنت الكلب دي وللاسف البيضه بتقع. المديره بتروح على البيضه وبتقول لتومي امسك يا وحش. اخيرا بيخلصوا على الوحوش وتومي بيقول للبنت دي بعيدي عني بقى، هي استباحتك بتبقى باينه. وبعدها بيرجعوا المختبر وبيفحصوا البيضه، والغريبه انهم مش بيكونوا شايفين اي حاجه جواها. وبعدها بنشوف إلسا وهي رايحه تاخد البيضه من المكان ده. مين إلسا دي بقى يا زميل؟ هتقول لي مساعده اكس، مش كده وبس، هي نفسها المديره. المهم انها بتوديها المكان ده وبتروح مكسراها، وساعتها بتطلع وحش كاسر وتقريبا الوحش ده يلزم الحراس. تومي بيكون حاسس بحاجه مش مظبوطه وعشان كده بيروح على نفس المكان. اخينا ده بيظهر له وتومي بيقول انا كان قلبي حاسس. ابن اللعيبه بيبدا يتحول وكالعاده تحولته بتكون جامده. وفي الوقت ده الحراس بيشوفوا الآلي وهو في المدينه، بيفتحوا البيضه وبيكتشفوا ان إلسا خدعتهم وسابت لهم البيضه المزيفه. طبعا المدينه بتكون متدغدغه يا زميل، وعشان كده الحراس بيبداوا يتحولوا. الآليين بيبداوا يخبطوا في بعض وتومي بيكون محطوط عليه ومش عارف يعمل اي حاجه لحد ما بيزهق وبيقول ما بديهاش، ما قالك من الاول بلاش. من ناحيه تانيه الديناصورات بتكون نازله تخبيط في بعض، بس الديناصور الجديد بيكون برق ورعد. الوحش ده بيظهر له وبكده هي كامله. الحراس بتدمج الآليين وبيدخلوا عليه بس كل هجماتهم ولا بتاثر. اصل اخينا مش جاي يهزر. كونر بيكلم تومي وبيقول له ما تشوف لنا حل يا عم، فبيقول له تصدق انا جات لي فكره حلوه. وبنرجع الوحش اللي بيدخل على الحراس يمين في شمال حرفيا بيبوظ اللي شغال. بس اخيرا تومي بيعرف يتحكم في الديناصور الجديد من خلال جهاز التحول اللي معاه. بيدخل على الوحش وبيقول له اركن يا، بيندمج مع باقي الحراس وبيعجبوا في وشه، بيطلعوا عليه قديم جديد واركن انت يا عيد. وطبعا زعيم الوحش بيكون متعصب جدا، دماغك دي يالا ولا دماغه القسايه. المهم ان إلسا بتوعد ان خطتها الجديده مش هتفشل. وبنرجع لكاسدي وهي بتصور المشروع اللي قالت لتومي عليه، وبتقول انها صورت ابطال معاهم في الكليه وهم بيحاربوا الوحوش. تومي والحراس بينصدموا بس بيكتشفوا ان الغبيه دي وصاحبها صوروا حاجه تانية. المثل بيقول لك ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها. وبنرجع لتومي اللي بيروح للمدير عشان يصالحها، مش عارف على ايه بالظبط مع ان المفروض هي اللي تعتذر له بس عادي يعني. وطبعا يا زميلي انا زي ما قلت لك المديره هي إلسا، ومن جواها بتضحك على سذاجته. بتمشي وتومي بيقول يا شيخه غوري كانت داهيه في تقل دمك. وتاني يوم الكل بيكون قاعد في الكافيه ومره واحده بتوصل جمال ايه وحلاوه ايه، بتوقف الكافيه كله على رجل، وسواء ولد او بنت بيركزوا معاها. لا في دي حقهم محدش يقدر يتكلم. بس الجمال مش كل حاجه يا زميل، لسانها اطول منها بمترين. ولما هايلي بتقول لها ان ما عندهمش ليمون يعملوا بيه عصير، البنت بتتعصب عليها وبتمشي. البنت الهبله دي بتحاول تعمل لقاء معاها وطبعا بتفضل تهبد عليها انها احسن واحده في الكليه وكده، بس البنت بتصدها هي التانيه. وبعدها ترنت بيسلم على كيرا قبل ما يمشي، وكيرا بتستغرب انه مبقاش يقعد معاهم كتير. ومن ناحيه تانيه تومي بيكون حاسس ان الوحوش بيخططوا لحاجه شريره، وبالفعل هو ده اللي بيحصل. بيصنعوا الوحش ده وزعيمهم بيقرر يخطف البنت المغروره ويعمل منها وحش. وبتكون في بيضه من اللي شفناهم في الحلقه اللي فاتت موجوده في نفس المكان اللي المغروره دي بتتصور فيه. تومي بيعرف اللي حصل وبيكتشف ان في وحش وصل المدينه، بيبعت الحراس عليه ومن غير مقدمه تركن اسمك ايه بيحطوا عليهم حط السن يا زميل، والامانه العيال بيكونوا مسيطرين. اما المغروره دي فبتكون نايمه ومش حاسه باي حاجه. الوحش بيجي لها وساعتها البنت بتصور، ومره واحده تومي بيوصل وبينقذها. ده اول مره من بدايه المسلسل ادعى عليه. البنت بتقول له روح بتاع انت هات لي كوافير يظبط لي ضوافري لانها باظت. يا عم كنت سيب الوحش ياخدها ونخلص. المهم ان الحراس بتبدا تتحول وبيدخلوا على الوحوش. العيال مش بتهرج واللي جاي في عركه يتفرج. ده انت على المدرج. وبنرجع لتومي اللي بيكون منفوخ، والحراس بتحضر وبيشوفوا الممثله نيكي. لو المخرج مش محترم انا هطلع احسن منه وهسميها فيكي. المهم ان الوحش بيبدا يهاجم الحراس وبيروح على فيكي وبياخدها معاه، والحراس بيمشوا من المكان ومش بياخدوا بالهم من البيضه. وبنرجع لتيرن اللي بيقول لابونا هموت واعرف انت متغير ليه، وبعدين ايه الحاجه اللي انت عايزني استعد لها. فبيقول له
تعرف كل حاجه في وقتها. ومن ناحيه تانيه بتكون كاس دي عامله نفس الستايل بتاع فيكي وبتكون عايزه تنافسها في المجال. وبنرجع للوحوش اللي بيكونوا مستضيفين فيكي عندهم، بتقول لهم اللي هيقرب لي جمهوري هيقطعه. الظاهر انها فاكره نفسها في استاد الجزيره. المهم يعني ان وش الحراس بيكون بايظ بسبب الهجمه بتاعت الوحش عليهم، لان الوحش من غريزه السمك. وفي الوقت ده فيكي بتفضل تصرخ وبتنادي على جمهورها. زعيم الوحوش بيجي لها وبيقول لها انت شريره وهتنفعي معانا، فبتقول له ماله يابا بس هاخد كام في الطلعه دي. بتعرف تخدع الوحوش وبتهرب منهم، بس اخينا ده بيروح وراها. ملك الحراس بيبداوا يتحولوا وبيروحوا عشان ينقذوها. والله يا جدعان خساره فيها. المهم يعني انها بتكون فاكره نفسها في فيلم وبتطلع تجري بكل تألق. الواد ده بيلحقها قبل ما الوحش يخبطها بالبلازما، فبتقول له تحب تبقى بطل افلام اكشن؟ بيقول لها اكشن من انهي نوع؟ بص انا دايس في كل شقلبه، من فوق البيوت، في المجاري، في الفضاء، شوف انت عايزه ايه وانا معاك. وبنرجع للحراس اللي بيكون محطوط عليهم يا زميل، وتومي راخر بيكون محطوط عليهم مش عارف يساعدهم بحاجه. هيساعدهم بيضه محتاج اللي يساعده. في الوقت ده هايلي بتعرف مكان البيضه وبتكلم تومي وبتعرفه. تومي بيخلص من الواد ده والحراس بيبداوا يسيطروا على الواد اللي معاهم. اما هايلي فبتروح تجيب البيضه. وفي الوقت ده الحراس بيدمجوا اسلحتهم وبيخلصوا على السمكه الملعونه. الوحوش بيرجعوا صاحبهم من تاني، بس الحراس دخلتهم بتكون الماني. بالرغم كده الوحش بيكون مسيطر وبيروح على البحر بيبدا يجمع ميته. وفي الوقت ده هايلي بتجيب البيضه للحراس. إيسام بيمسكها ومره واحده الجهاز اللي في ايده بينور والبيضه بتخرج لهم آلي فتاك. الحراس بيرجعوا للقليم بتاعهم وبيدمجوا اخينا ده معاهم. بيدخلوا في نص الميه ومفيش حاجه بتاثر فيهم. الميه بتكون خلاص هتغرق المدينه، بس الحراس بتجهز اسلحتها. اضرب يا وجدي. اخيرا القرش بيموت وكل حاجه بترجع لطبيعتها من تاني. وبعد ما الحراس بيخلصوا بيروحوا لفيكي وبيلاقوا لسانها لسه طويل زي ما هو كده. بتقول لهم يا جدعان سيبكم من البت دي بقى، على فكره هي لا حلوه ولا حاجه، وبتاخدهم معاها وبتمشي. بس الغريب ان الحلقه الجديده بتبدا باحداث في الماضي لتيرن، لما كان بيحاول يحمي تومي، وبرضك لما الدوامه سحبته، ولما بقول له هتورث مني حاجه هتحسن حياه البشر. وبعدها بنشوف هايلي وهي في الكافيه بتاعها بتسمع صوت بيخوفها، فبتروح تشوف فيه ايه، وبيكون ترنت مستخبي في الكافيه. هايلي بتقول له انت بتعمل ايه هنا يا؟ وبالصدفه بتشوف دفتر الرسم بتاعه وبتلاحظ انه موهوب، وترنت بيعرفها ان ابوه مش بيقدر موهبته، فعشان كده بيحب يوري الرسم بتاعه لاصحابه. وبنرجع لزعيم الوحوش اللي بيقول احنا قعدنا كتير مستنيين تومي، بس خلاص انا صبري نفد، وعشان كده لازم نحارب الديناصور العظيم بتاعهم، وده بقى مش هنحاربه باي وحش وخلاص. وبنشوف إلسا اللي بتروح المكان ده وبتقول كويس ان الطاقه اللي سيبناها لسه موجوده. بتبدا تعمل موجات وبتظهر الديناصورات دي، وبتعمل موجات تانية حرفيا بتدمر المكان. وبعد ما بتدمر المكان بتفرح جدا. وفي الوقت ده بيجي انذار لتومي، وتومي بيكون مستغرب ليه الانذار جاي في غابه مفيش حد بيروحها اصلا. وبعدها بنشوف كازدي اللي بتروح لصحيفه النشر دي عشان تقدم فيها على شغل. بس انا بقى هموت واعرف ايه اللي شغال على التلفزيون اللي جنب الراجل ده، مش شغالين تتر المسلسل؟ حركه غبيه قوي من المخ. ايه المهم يعني ان مدير الصحيفه بيدي لكازدي فرصه انها تجيب له فرصه لحارس طاقه جديد، وطبعا الحارس ده هيكون وهمي، بس الراجل عايز يعمل ترند وخلاص. وبنرجع لتومي اللي بيكون في الغابه بيفحص الطاقه اللي عملت الانفجار، وبيعرف ان كان في هنا ديناصورات زي اللي معاهم، انما ترند فبيروح لابوه وبيقول له انا عايزك تفهمني كل حاجه بقى، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وعلى فكره انا ما رحتش المدرسه النهارده لاني كنت برسم. فبيقول له انا حرمتك من الرسم عشان كنت عايزك تبدا حياتك جد، من بعد امك ما ماتت انا حاولت اخليك مش ناقصك اي حاجه، وفي نفس الوقت اطلعك راجل، وعاوزك تستعد لان المسؤوليه كبيره. وهو بيكلمه بيدوخ وبيكون مخنوق جدا. ولما ترنت بيخرج من الاوضه ابوه بيفتح البوابه دي وبيمد ايده فيها، وترنت بيكون شايف كل اللي بيحصل ومصدوم. انما الوحوش فبيبداوا يجهزوا خطتهم اللي ما قالوش هي ايه لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت ترنت بيقف في المكان اللي ابوه كان واقف فيه، والدوامه بتتفتح. الواد بيمد ايده جوه الدوامه والدوامه بتسحبه للمختبر الجامد ده. بيلاقي الجهاز ده بينور فبيروح عليه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وهوبا الجهاز بيشبك فيه وبيبدا يعرض له احداث كتير للحارس الابيض. الواد مش بيكون فاهم حاجه وبيتشقلب على الارض، بيخرج بره وهو بيحصل له حاجات غريبه وحرفيا بيصرخ من الالم. وبنعرف ان المختبر اللي ترنت راحه ده كان تبع الوحوش، وان جهاز التحول اللي بقى مع ترنت كان هو اللي الوحوش شغاله عليه عشان يعملوا حارس شرير، والوحوش مش بيكونوا عارفين يتصرفوا ازاي بعد اختفاء الجهاز، فعشان كده بيبعتوا الواد ده على المدينه. الحراس بتبدا تحاول عشان تروح توجب مع اخينا، والوحش بيقول لهم انا مش عايزكم انتوا، انا عاوز الحارس الابيض. الحراس مش بيكونوا فاهمين حاجه والوحش بيبدا يهاجمهم، ومره واحده بيوصل الوحش الحقيقي، حرفيا دخلته بتكون برق ورعد، بيختفي من المكان. وكونر بيكلم تومي بيقول له شفت اللي حصل؟ فبيقول له عباس اتكسر من الواد ده. تيرنت بيظهر لهم بشكل جامد جدا، وللامانه اللبس بيكون رايق. الحراس بتقول لتومي الواد ده حارس زينا؟ فبيقول لهم انا ما شفتش الحارس ده قبل كده. تيرنت بيقول للحراس ما حدش يقرب لي بدل ما اكسر عضمكم. بيعمل حركه سحريه من السيف وبيغربل بيها الحراس. طبعا زمانك بتشتم في تيرنت يا زميلي، لا بلاش تصدم الواد، اصلا الوحوش كانوا صانعين جهاز التحول ده من جوهره الشر الخالص، ولو تفتكر انهم كانوا عاوزين يخلوا
يخلوا تومي حارس شرير زي ما حصل معاه زمان. وبما ان مش تومي هو اللي خد الجوهره وتيرنت هو اللي خدها، فهو اللي اتحول لحارس شرير. بس الفرق بقى ان تيرنت دلوقتي لا بقى معاهم ولا مع الحراس. المهم ان تيرنت بيرجع تاني للحراس وبيكون جاي يواجههم. الواد بيكون داخل بتقله، واللي بيقع تحت ايده بيدقه حرفيا، بيحط على الحراس جمله وقطاعي. الحراس بتحاول تتفاهم معاه ولكنه مش بيسمع لهم. خش عليهم يا عمهم، ما تزعلش مني يا زميلي اني بدعم الشرير، بس انا بشجع اللعبه الحلوه. اديكم شايفين الواد محدش سدد معاه، حتى تومي بيتحط عليه. كونر بيقول له هديك فرصه اخيره عشان تستسلم، فبيقول له اركن ياض انت هتقرفني، ونصيحه مني محدش فيكم يقف في وشي لان اللي هيجي على المسن هيتسن. سلام يا حراس. الحراس بيرجعوا المختبر وتومي بيقول لهم في حاجه غلط، استحاله قوه الباور رينجرز تبقى شريره، معنى كده ان في حد ورا اللي حصل للحارس الابيض. بس اهم حاجه نعرف مين الواد ده. ومره واحده بنشوف الحارس الابيض وهو تعبان. الواد بيتحول لشكل تيرنت من تاني ومش بيكون فاهم ايه اللي حصل. كازدي بتقول له هو مفيش حارس عدى من جنبك؟ فبيقول لها يا بنتي سيبيني في حالي بقى. وبنعرف ان عقله مش بيتسيطر عليه الا لما بيكون في وضع القتال وبس. واللي يثبت كلامي ان الحلقه اللي بعدها بتبدا بيه وهو بيعمل حاجه شريره، انا مش عارف ايه بس هنعرف قريب. وبنروح للكافيه بتاع هايلي وبنشوف كازدي معاها اسطوانه عليها تسجيل لعيل تافه عامل فيها الحارس الابيض. وبنعرف انها اشترت الاسطوانه دي من عيل صغير على اساس ان عليها تسجيل الحارس الابيض الحقيقي. وفي الوقت ده تيرنت بيدخل الكافيه وبيكون باين عليه انه تعبان جدا. الحراس بيقولوا له مالك يا اسطى في ايه؟ هايلي بتقول لهم سيبوا الواد يرتاح. وبتراقب الواد وبتلاحظ ان في حاجه مش مظبوطه، لدرجه انه لما بيفتكر اللي حصل بيقع على الارض. هايلي بتقول له ما تاخد اجازه يا ابني بدل ما تكسر لي المحل كله، وحاول كده تهدى وانت هتلاقي كل حاجه بقت تمام. وفي الوقت ده الحراس بيروحوا لتومي بسرعه وبيكونوا حاسين ان في حاجه مش تمام هتحصل. اما كازدي فبتروح للعيال الصغيره دي عشان تعرف منهم مكان الحارس الابيض. وتيرنت بيكون ماشي من نفس الشارع ومره واحده دماغه بتصدع وجهاز التحول بيبدا يسيطر عليه. وكازدي بتحصل الواد الصغير اللي بعلها الشريط وبتقول له ده انا هنفخك يالا. فبيقول لها هتضربي حته عيل مسكين زيي؟ والله انت ما عندك قلب. تقول له خلاص يا عم هسيبك تروح تجيب لي التسجيل الحقيقي وتيجي. ده انت عيل ابن كلب وممثل صحيح. كونر وصاحبتنا دي بياخدوا الجهاز بتاع تومي وبيروحوا يدوروا على الحاجه اللي الحارس الابيض صنعها. ومره واحده بيلاقوا الحارس الابيض ذات نفسه في وشهم، بيقولوا تعالى يا روش، بس الواد بضربه واحده بينيمهم. اللي يشوفكوا كده ما يشوفكوش من دقيقه. المهم انهم بيقوموا يتحولوا واللي قلبه جايبه هنبهدله، بس المخرج بيقرر ان هم اللي هيتبهدلوا. محدش يسالني ازاي بس بحب الحلقات اللي تيرنت فيها كان شرير. المهم ان في الوقت ده الوحوش بتكون قربت توصل لمكان تيرنت وبيكونوا فرحانين ان الحارس الابيض عمال يكسر في الحراس، فبيصنعوا وحش قوي جدا وبيعتوه على المدينه. وبكده احنا ضمننا ان الحراس هتموت يا زميل، ده كفايه تيرنت عليهم. المهم ان كونر بياخد كيرا وبيهرب من المكان. وفي الوقت ده تومي بياخد ايسان وبيروح عند المصنع اللي الحارس الابيض مخبي فيه حاجات. ومره واحده بيلاقوا العمال بتصوت وطالعه تجري، وده لان في ديناصور في المكان. تومي بيعرف يتحكم فيه وهايلي بتقول له يا عم الجمدان ده كله. هو وايسان بيبداوا يتحولوا والآلي بتاعتهم بيجيب له الحراس الآليين بتوعهم، بيستعملوا قوتهم الجديده واللي قلبه جايبه هنخليه على الحديده اركنها تفيده. انما تيرنت فبيكون عايز يكمل خطته وتومي بيكون هيوقفه، بس عدوه القديم بيوصل. الواد ده اسمه زيلتراكس، بس احنا ممكن نقلش على اسمه شويه. المهم يعني ان هو وتومي بيدخلوا يخبطوا في بعض، بس تومي بيكون عامل برق ورعد حرفيا. الواد بيريحه في الملاهي وبيمرجحه. من ناحيه ثانيه الوحش بيكون مسيطر على الحراس، بس تومي بيكون مسيطر على الواد ده. انما الحراس فبيجمعوا آليين اكتر وبيخشوا على المسكر. اركن يا اوعى تكتر. من ناحيه ثانيه تومي بياخد الواد ده على الملاهي وبيقول له يا اخي ده انا قلت منك 100 مره غربان. وفي الوقت ده بيكون تيرنت خلص اللي بيعمله وابن اللعيبه بيكون صنع وحش شرس. انما الطفل الكيوت الغلبان ده فبيجمع علي علوكا واشرف كخه وبيروحوا يحفلوا على كازدي. ده اخره اللي يلعب مع الاطفال، ما بينوموا غير انه بيقل من نفسه. المهم ان الحراس بيتصدموا من الآلي بتاع تيرنت، وتيرنت بيقول لهم لا تقلوا على الاندهاش، ده لسه التقيل ما جاش. احب اعرفكم على دراجون زورد. الزورد بتاعه بيبدا يدمر في المدينه من غير حتى ما يتحرك من مكانه، والحراس ذات نفسها بتطير. دراجون بيتحرك من مكانه وبيبدا يخبط في الحراس. تومي بيستدعي بقى الآليين، والصدمه ان تيرنت بيعرف يجند واحد منهم، يعني سيطر عليه يا زميلي. بيعمل آلي فتاك وبكده الحرب مش هتخلص. التخبيط ما بينهم بيكون شغال، واللي يقدر على اخو ربنا يعينه يا خال. وطبعا تيرنت هو اللي بيقدر. الحراس بيتجننوا وبيكونوا هيموتوا ويعرفوا مين الحارس ده. تومي بيفك السحر اللي تيرنت عمله على الزورد بتاعهم، وتيرنت بيهرب من المكان. بيقف في الحته دي وبيبدا يتحول، والواد اللي مع كازدي بيطلع الكاميرا عشان يصوروه، ولكنه بيتخبط في الماسوره دي وبيقع. وبرغم كده الكاميرا بتكون شغاله. اما الحراس فبيرجعوا المختبر ومش بيكونوا عارفين هيعملوا ايه. وبعدها كونر بيروح يلعب كوره والواد بيكون ممرقصاتي ارزع يا وجدي. بيبص على تيرنت وبيلاحظ انه تعبان جدا، فبيروح له وبيقول له مالك يا ابني مش مظبوط ليه بقالك يومين؟ فبيقول له بعد اذنك ما تقربليش. كونر بيستغرب ومش بيكون عارف فيه ايه. انما البنت دي فبترجع لهايلي وبتقول لها شفت العيال الصغيره عملوا فيها ايه؟ امال في الاطفال اللي كنا بنقول عليهم احباب الله.
فبتقول لها يا بنت ما انت عارفه ان طوب الارض بيكرهك. صاحبها بيجي لها وبيحاول يفتكر هو كان فين، وبنرجع لكونار اللي بيفضل يجري ورا ترنت لحد ما بيوصل المكان ده، ومره واحده الحارس الابيض بيحضر بيهجم عليه، وطبعا كونار مش بيعرف يعمل معاه حاجه، وزعيم الوحش بيكون قاعد بيتفرج ومبسوط. وفي الوقت ده الحراس بيشوفوا وحش جديد في المدينه، بيقولوا الحلقه دي هتخلص امتى بقى؟ نسيت اقول لك يا زميل، اصل زي ما انت عارف ان كل حلقه وليها قصتها، وفي حلقه بتكون طويله جدا فعشان كده بتتعمل على جزئين، ولحد دلوقتي القصه بادئه من الحلقه ال11 والحلقه 13 هي بارت 3 منها. المهم ان الوحش بيكون شديد، ومن ناحيه تانيه ترنت بيكون عنيد، بيحط على كونر جمله وقطاعي وبيمسك السكينه دي وبيشرمحه، وهي كام طلقه بالسلاح بيريحه. إيسام بيكون رايح عليه بس الوحش ده بيقول له اهدى اسمك ايه. من ناحيه تانيه كونر بيفوق والواد بيكون متعصب جدا، بيدخل على ترنت ومش بيتاثر بالضربات، اركن انت يا بركات. انما اخينا ده فبيحط على الساده بهارات، ريح يا. في الوقت ده ترنت بيقع على الارض وكونر بيروح له بيقول له انا اسف ما كانش قصدي اذيه. الواد بيغدر بيه وكونر بيقول صحيح دل الكلب عمره ما يتعادل. زعيم الوحش بيوصل مع المساعد بتاعه وبيقول لترنت وحشنا يا زو، سيبك بقى من تحت وتعالى نكمل كلامنا فوق لانك هتنضم لفريقنا يا وحش. بيقول له تسلم انا ما بشتغلش مع حد. بيستدعي الالي بتاعه وبيمشي من المكان، والواد ده بيقول لزعيمه تحب اقتل الحارس الاحمر، فبيقول له مش مستاهله هو ميت من غير حاجه. وبعد ما بيمشوا إيسام بيوصل وبيقول له انت كويس يا اسطى، فبيقول له برحم امك انت جاي ترقص بعد ما الفرح خلص، كان فينك من بدري. في الوقت ده ترنت بيستدعي الالي بتاعه وبيدخل يواجه الوحش بيكلبشه بس ترنت بردك مش هفيه، بيديله واحده بتكون منهيه والتانيه بيقول له وشك في الحيط وقفاك ليا. والحراس بيكونوا مبهورين من قوته يا زميل. وبنرجع للواد ده اللي بيقول لكاس ده على فكره انا مصور الحارس الابيض، فبتقول له ساكت ليه يا ابن الكلب روح هات الكاميرا بسرعه. انما الحراس فبيكونوا مستغربين ازاي الحارس الابيض بيحاربهم وفي نفس الوقت بيحارب الوحوش. توبي بيسيبهم وبيروح على المكان اللي ترنت كان موجود فيه وبيلاقي الجهاز ده متركب، ومره واحده ترنت بيظهر له. تومي بيقول له انت كويس يالا، فبيقول له هو ايه اللي بيحصل هنا. بيبدا يتعب ومره واحده بيتحول. تومي بيكون مصدوم وبيقول له انا ما كنتش عارف ان انت، فبيقول له ايوه انا الحارس الابيض. وساعتها تومي بيتحول والاتنين بيدخلوا على بعض، بتقوم حرب كلها برق ورعد، وتومي بيكلم هايلي وبيقول لها اسمعيني كويس، وقبل ما يعرفها مين هو الحارس الابيض ترنت بيضربه بالماده دي وبيلزقه في مكانه وبيقول له سري هيموت معاك يا تومي. وتاني يوم بنشوف هايلي اللي مش بتكون عارفه تساعد تومي ازاي لانها لو حاولت تخرجه من اللي هو فيه ده ممكن يموت. الحراس بيكونوا متعصبين وعاوزين يعرفوا مين اللي عمل كده في تومي، وزي ما احنا متعودين الوحوش بيكونوا متعصبين في كل حلقه، وكل حلقه برضك بيكون عندهم خطه شريره، بس المره دي بيكونوا عاوزين يوصلوا لمكان تيرن. انما تيرن فبيكون تعبان جدا وده بسبب الطاقه الكبيره اللي اتنقلت لجسمه فجاه. بيحاول يفتكر ايه اللي حصل واول ما بيفتكر بينصدم وبيقول مستحيل اكون اذيت الحراس. بيروح على الكافيه وهايلي بتقول له انجز يا ابني اشتغل ده انا مطحونه هنا، فبيقول لها انا عاوز اتكلم معاكي لاني هستقيل. بتقول له ليه؟ اتخانقت مع ابوك؟ مش بيكون عارف يشرح لها الموضوع فعشان كده بيسيبها وبيمشي. كده بتروح وراه وبتقول له انت كويس؟ وبعدين ازاي هتتخلى عن هايلي بالسهوله دي؟ فبيقول لها صدقيني غصب عني حصلت لي حاجه غريبه وانا لحد دلوقتي مش فاهم ايه هي. البت دي بتوصل او بتقول سمع هص يا رجاله اسمعوني بقى انا اكتشفت هويه الحارس الابيض. تيرنت بينصدم والحراس كمان بيكونوا مصدومين، ومن الاخر يعني الكل بينصدم من الكلمتين دول. المساعد بتاعها بيجي وبيقول لها معلش محتاجك تديني شويه وقت، بيقول لها كلمتين في ودانها وكاسي بترجع تمسك الحديده وبتقول لهم بصوا يا شباب الحيوان ده صور الحارس الابيض ولكن اخته خدت الكاميرا بس ما تقلقوش يعني قريب هنجيبها. كده بتبص على تيرنت ولكنها مش بتلاقيه، وتيرنت بيكون تعبان جدا وبيتحول غصب عنه، وساعتها الوحوش بيعرفوا مكانه بيروح عليه وبيقولوا تعالى معانا بالذوق. ذوق ده ما عندوش ذوق اركن يا مرزوق. للامانه الواد بيروق عليهم. الحراس بتوصل وبكده الليله كملت. الوحوش بتختفي وتيرنت بيقول للحراس ايه جايين تضربوا تاني؟ اقصد تالت لا رابع ما علينا. فبيقول له يا جدع طب تعالى بقى. طبعا بيكون موجب معاهم وهم مش بيعرفوا يعملوا اي حاجه، ومره واحده كيرا بتتحول وبتقول له غوريا، بتعمل شويه اكشنات حلوين وللامانه بتلطش في شمال ويمين. الواد بيضربها وبيجيبها على الارض وبعدها بيضرب صحابها كمان وبيكون مبسوط وشكله كده بيفرح كل ما بيضرب الحراس. كيرا بتتحول واخينا ده بعد ما بيضرب في صحابها بيروح عليها وكل ده ما بيكونش شاف وشها، بيقول لها يلا بقى عشان تموتي، ومجرد ما بيشوف وشها بينصدم وبيفتكر كل ذكرياته معاها. لازم يفتكر ما هي الحته اللي في الشمال دماغه بتصدع ومحدش بيكون فاهم اي حاجه. الحراس بيستغلوا الفرصه وبيروحوا يضربوا فيه وهو مش بيكون مركز في الدار بس بامانه بيتفرم بيخلع من المكان، وكيرا مش بتكون فاهمه هو ليه سابها. انما زعيم الوحوش فبيكون متعصب جدا على رجالته وبيقول لهم رحتوا اتضربتوا وجيتوا لي يا حبايبي. البت دي بتقول له يا عم انا عايزاك تتقل عشان اللي جاي هيعجبك. وفي الوقت ده كيرا بتروح لتيرن وبتقول له انت كويس؟ طب اقدر اساعدك بحاجه؟ بيوريها صوره الحارس الابيض فبتضحك وبتقول له انت بتحلم تبقى زيه؟ فبيقول لها لا ياما ده انا هو. بتنصدم وبتقول له يعني انت اللي كنت بتاذي فينا؟ فبيقول لها صدقيني كان خارج عن ارادتي. بتتعصب عليه وتيرنت بيقول لها صدقيني الجوهره دي هي اللي بتتحكم فيا وخصوصا لما بتحول ما بكونش شايف قدامي بجد مش بقدر اتحكم فيها، والغريبه ان
اول ما شفتك النهارده مخي بدأ يفتكر ذكرياتي، وساعتها بدأت اسيطر على نفسي، مش الجوهرة البيضاء هي اللي تسيطر عليا. فبتقول له طب انا عاوزك تثق فيا عشان اعرف اساعدك، وخلاص يا عم انا مسامحاك على اللي حصل. وللاسف يا زميلي الوحوش بتكون اكتشفت حقيقة تيرنت، وعلى طول بيعملوا له كمين وبيمسكوه. انما الحراس فبيكونوا مصدومين لما بيعرفوا ان تيرنت هو اللي بيضربهم بقى ال4 حلقات. كده بتقول لهم يا جدعان والله كان غصب عنه. هايلي بتقول لهم اهم حاجه دلوقتي ننقذ تومي. بيروحوا على تيرنت عشان يعكس تاثير الحاجه اللي عملها في تومي، ولكنهم مش بيلاقوه. الحراس بيفتكروه راح يدمر حاجه، وكده مش بتكون عارفه تدافع عنه قدامهم. انما زعيم الوحوش فبيكون مبسوط جدا بتيرنت، وبيقول له منور يا اسطى، ياه ده ابوك عزيز عليا جدا. المهم يعني ان عايزك تنضم لي. فبيقول له انا استحاله انضم للشرير زيك. بيقول له لا، ما هي الجوهره هتخليك تنضم لي غصب عنك لانها هتخليك شرير. تيرنت بيتعصب فبيتحول على طول، بيشوط فيهم كلهم، لا تقول لي زيزو ولا امام عاشور. بيختفي من المكان، ولما بيرجع المدينه هايلي بتعرف وبتبلغ الحراس. سخينه بيستدعي الزرداد وشكله كده ناوي على حاجه شريره. هايلي بتقول للحراس مستنيين ايه؟ كونر بيقول لك كده انت الوحيده اللي هتقدري توقفي تيرنت. بتقول له ما هو المخرج قال لي. بيبداوا يتحولوا وبيكونوا مستعدين، بيندمجوا مع الاليين وبيعملوا شغل لعيب. اهي دي بقى ما تسمى بحرب الجامدين، مش كده ولا اسمع ايه؟ بيتخانقوا على الزرد ده، فبيقول لهم لا انت ولا هو. بيرجعوا يدشملوا في بعض من تاني، ومستر اكس بيكون قاعد يتفرج. انما الحراس فما حدش فيهم بيكون جاي يهرب. الزرد انكل وبيساعدهم، وبكده الحرب بقت اسهل. تيرنت مش بيعرف يعمل معاهم اي حاجه لانه اصلا مش عارف الضرب جاي له منين. الواد بيستوي على الجنبين. هايلي بتفرح، وتيرنت بيتبخر من المكان، وبعدها بيروحوا الكافيه، والواد ده بيجيب الكاميرا الكاس دي. بتفرح، وصاحبها اول ما بيشوف الفيديو اللي في الكاميرا بينصدم. لا اطمن يا زميلي، الغبي بيكون بوظ الدنيا على الاخر، وبدل ما يصور تيرنت صور حاجه تانية مش لازم نشوفها. المهم ان كده بتكون مستنيه تيرنت في المكان ده، وتيرنت بيجي لها بتقول له انت كنت فين؟ فبيقول لها لا دي قصه طويله. بيكون متضايق جدا، وكيرا بتقول له اهدى يا عم وكل حاجه هتكون بخير، يلا بقى تعالى معايا. فبيقول لها لا طبعا انا مش هروح المختبر عندكم. بيتعصب اكتر وبيسيبها واقفه لوحدها وبيمشي. وتاني يوم في حاجه زي النيزك كده بتنزل على الارض، وترنت بيكون ماشي في الغابه وشكله كده بيدور على حاجه. والمشكله ان الهبله دي وصاحبها بيكونوا في نفس الغابه. بيشوفوا ترنت وبينادوا له باسم الحارس الابيض. ترنت بينصدم، والاتنين اول ما بيشوفوه بيقولوا له لا مؤاخذه يا اسطى افتكرناك البطل الخارق. بيقول لهم انا فعلا الحارس الابيض. بيقولوا له ماشي يا ابو دم خفيف حل عننا بقى. النيزك بيكون نازل عليهم، وترنت بيقول لهم حاسبوا. الحمد لله بتيجي سليمه، والعيال بيسيبوه وبيمشوا. اما هايلي فبرضه مش بتكون لاقي حل اللي تومي فيه. الحراس بيكونوا مقضينها لعب، وكيرا بتكون زعلانه، وده بسبب حبيب القلب طبعا. في الوقت ده بيجي لهم انذار، وبيشوفوا الحاجه اللي وقعت في الغابه، وبرضه الوحوش بيعرفوا اللي حصل. بيشتغلوا على صنع وحش جديد، والواد بيكون مستعد للقتال. اهدى على نفسك ما تتحمسش قوي كده يا خال. المهم ان الثلاثي المرح ده بيوصلوا للصخره اللي اتحدفت من الفضاء، وفي نفس الوقت الحراس بتوصل. كونر بيقول لتيرنت الحمد لله على السلامه يا شيخ، ده انا هنفخ اللي جايبينك. كده بتقول لهم اهدوا يا شباب، ومره واحده الوحوش بتحضر. الهجوم بيبدا، والحراس بتطحن ما بتاعتها. بس المره دي تيرنت بيكون معاهم، بيعملوا ميكس الجمدان ومحدش بيسد معاهم يا جدعان. هايلي بتكلم كيرا وبتقول لها ما تقلقيش انا بحل البتاع الغريب اللي وقع من الفضاء، وده لان طالع منه شعاع. الشعاع بيلمس الوحش وبيخليه اقوى. الحراس بتنصدم، وبكده بقى لازم يتحولوا. دول يتحولوا ما قلناش حاجه، انما واحد زي تيرنت لو اتحول ايه اللي هيحصل؟ المهم انهم بيكملوا اكشنات، والشعاع بيلمس تيرنت بيخليه مش شايف قدامه، ومره واحده الشعاع بيلمس باقي الحراس كلهم بيصدعوا وبيحسوا انهم اقوى. بيعملوا اداء اجمد من الاول بكتير، وبكده اقدر اقول لك لو فشارك خلص اعمل واحد غيره يا زميل. الوحوش بتهرب، والحراس مش بيكونوا مصدقين نفسهم. بيرجعوا لهايلي اللي بتقول لهم انا خايفه من الصخره اللي نزلت من الفضاء دي. صحيح انتوا بقيتوا اقوى بس مش حاسين باي اثار جانبيه؟ محدش بيفهم قصدها، وبيفضلوا يتكلموا في حاجات تافهه. هايلي بتبدا تتاكد من اللي في دماغها، وفي الوقت ده الوحش بيطلب فرصه تانية عشان يدمر الحراس. الزعيم بيقول له ماله حبيبي، بس المره دي الخطه هتكون مختلفه. وبعدها بنشوف نجم الجيل. عارف مين ده اصلا؟ ده الواد صاحب كازدي. ما هو الشعاع لمسهم هما الاتنين وبدل الادوار ما بينهم، خلى ده يهتم بنفسه ويبقى وسيم، وكازدي مش مهتمه بنفسها اصلا، انما ده بقى فمقضيها تمارين. كونر بيحضر وشكله بيكون مختلف. كيرا كمان بتوصل وبرضه شكلها بيكون مختلف. هايلي بتكون مصدومه ومش فاهمه اي حاجه. والله ولا احنا يا ساده. في الوقت ده الوحش بيوصل مدينه، وصحيح الحراس بيبداوا يتحولوا بس بطريقه مختلفه. هعمل معاك صفقه يا زميلي، هتنزل تعمل لايك دلوقتي، وفي المقابل هبعت لك الصخره الفضائيه لحد بيتك، وانت خد منها الشخصيه اللي هتعجبك. انا كمحمد هاخد شخصيه بنت. اكتب لي في الكومنتات هتختار شخصيه مين. المهم ان بعد ما الحراس بتتضرب كل واحد فيهم بيروح يكمل حياته عادي، انما الواد ده فبيكون مبسوط بشخصيته الجديده. حقه الصراحه الواد اتهان كتير في المسلسل ده. انما الحراس فكل واحد فيهم بيكون زهقان، وبيقولوا لهايلي انت عايزانا في ايه؟ فبتقول لهم جات لي فكره حرر بيها تومي. كونر اكتر واحد بيفهمها لان دلوقتي عامل زي اينشتاين، وتشرح لهم الخطه بتاعتها وكلهم بيوافقوا عليها. وفي الوقت ده الوحش بيوصل، وبرضه الحراس بيتحولوا بطريقه غريبه
غريبه جدا. اهو دلوقتي نفسي يرجعوا زي ما كانوا في الاول. المهم انهم بيروحوا على الوحش، والمره دي القتال بيكون مختلف. ايوه يا رجاله ارجعوا كده زي زمان. بص يا زميلي مفيش حاجه بتيجي مره واحده. المهم انهم بيجهزوا الطاقه اللي جواهم، وبكده محدش هيسد معاهم. بيجهزوا الاسلحه وبيخلصوا على الوحش ابو دم تقيل. الواد ده بيتعصب يا زميل وبيقرر يكبر الوحش من تاني. الحراس بيستدعوا الاليين ودخلتهم بتكون الماني. ترنت بيحضر وبيقول لهم انا جيت يا رجاله. بيدي الوحش ضربه بتعمل له امر ازاله. هو والحراس بيتعاونوا واركن يا لانتا في الزباله. بيسيبهم وبيمشي، والحراس بيروحوا على النيزك وبيفضلوا يضربوا عليه بلازما. اخيرا بيدمروه والطاقه اللي جواهم بتتحرر، بس بيكونوا محتاجين اجزاء من الصخره عشان هتساعدهم في تحرير تومي. وبنرجع للاتنين دول، وطبعا من ساعه ما اتلعنوا بطاقه النيزك والادوار بتاعتهم اتبدلت زي ما قلت لك. ومره واحده بيفوقوا وكازدي بتفضل تعيط على شكلها. انما الحراس فبيجيبوا الهايل جزء من الصخره، بتبدا تحطها في الجهاز ده والجهاز بيبدا يشتغل. وبالفعل يا زميلي تومي بيتحرر. بيقول لهم ازيكم يا شباب. بيحاول يقلع لبسه ولكنه بيكتشف انه لازق فيه. زي ما انت عارف يا زميلي مفيش حاجه بتكمل على خير. الصخره فعلا حررته لكن هتخلي جوه اللبس ده على طول. تومي بيقول لهم احنا لازم نحل المشكله دي بسرعه، انا مش هفضل كده على طول يا اولاد الكلب. بيشوف ترنت في المدينه فبيبداوا يتحولوا عشان يروحوا له. بيروحوا يخبطوا فيه وبيستدعوا الاليين بتوعهم. نفوخ يا ناس، مش الحلقه اللي فاتت برضه كنتوا بتحاربوا مع بعض، دلوقتي بتطحنوا في بعض. بس انا مش عاوزك تزهق يا زميل، لازم تفتكر ان في الاول وفي الاخر مش كل حاجه بتمشي حلو. المهم انه بيفرمهم وبيسيبهم وبيمشي. وابن المتضايقه بيكونوا حشروا الاليين بتوعهم في الصناديق دي. تومي بيقول للحراس ما تقلقوش يا شباب، كل حاجه هتبقى بخير، يلا دلوقتي روحوا على كليتكم. انما مستر اكس وعلى فكره يا زميلي هو ما اسموش كده زي ما قلت لك، انا بس بدلعه. المهم انه بيقول لزعتر، وبرده ده ما اسموش كده، هو اسمه زيلتراكس. المهم انه بيقول له انا عندي لك مهمه خاصه ولو نجحت فيها هكافئك. وبعدها بنشوف تيرنت وهو خارج من الحيطه دي وبيقول له كونر ماشي لوحدك ليه يا اسطى؟ تعالى يا جهه عشان نفسي اضربك. بيقول له ماله يا خالو؟ تعالى عشان هروق عليه. الاتنين بيدخلوا على بعض وكونر بيحاول يفوق تيرنت من اللي هو فيه. التخبيط بيكون متبادل شمال ويمين ومحدش فيهم سادد مع التاني. الاتنين بيناموا على الارض والوحوش بتحضر. الواد ده بيهاجم تيرنت وبيسيبه وبيمشي على طول. كونر بيروح له وبيقول له انت كويس؟ فبيقول له مش عارف يا اسطى، عندي احساس غريب. انما مديره الكليه فبتمسك الاتنين دول وبتقول لهم هو تيرنت فين؟ الواد ده مش عاجبني بقاله كام يوم. هتقول لي لحظه واحده يا حمو انا بشبه على البت دي. ايوه يا زميلي هي إلسا مساعده اكس. المهم ان الحراس بيشوفوا تيرنت وبيقولوا له انت كويس؟ فبيقول لهم انا اسف يا شباب، صدقوني انا مش عارف اساعدكم ازاي، بس ايدينا في ايد بعض وهنحاول نحرر الزرداب بتاعتكم. واللقطه اللي بعدها على طول بنشوفه وهو مع زعيم الوحوش يا زميلي بيقول لي اكس ايه رايك يا معلم؟ خدعتهم زي ما انت قلت لي وما تقلقش قريب اللي احنا اتفقنا عليه هيتم. وبعدها بيروح يستنى الحراس في المصنع ده، واول ما بيوصلوا بيسلم على تومي وبيقول له مبسوط اني شفتك. بيقول له انا عاوز اطلع سلسفين اهلا. المهم دلوقتي انت عايزنا في ايه؟ فبيقول لهم جهزت لكم اللامبورجيني دي. تومي بيقول له ورينا يا قلب اخوك، اموت انا في الركوب. ترنت بيقول له شربتها يا كروديا؟ البس بقى يا معلمي. المكنه بتتحرك بيك ومره واحده بتظهر مكنه تانية. يا ترنت يا ابن الغداره. الوحش بتظهر فالحراس بياخدوا الحاجات دي وبيتحركوا هم كمان. انما تومي مش بيكون عارف يسوق. اخيرا بيدمر انظمه البتاع اللي راكبها دي. ومره واحده ترنت بيحضر بيخش عليه والغلبان ما يعرفش انه ساكت له بمزاجه. بياخدها تشحيب بالمكان واخينا ده ولا بيهمه لانه ملك الداكه. من ناحيه تانيه الحراس بيكونوا مسيطرين واللي بيكتر بيحط وشه في الطين. مش هننكر برضه ان بيتعمل لهم كمين محترم والوحش بيبدا يسيطر. الحراس بتحرر القوه اللي جواهم وبيدخلوا يعجبوا فيهم حرفيا، بيعملوا معاهم الصح والغلط واللي مش عاجبه بيركن على الزلط. الاتنين دول بيكونوا مستمرين في مطارده بعض ومن الاخر يا زميلي بتكون قايمه برق ورعد. وانا كمحمد بشجع تومي في الليله دي كلها. المهم انه بيخلص من الواد ده وبيرجع تاني لاصحابه. ترنت بيجي لهم وبيقول لهم ايه وحشتكم؟ انا جيت بس اقول لكم استعدوا اللي جاي. وبيسيبهم وبيمشي. طب ليه جيت من الاول يا ابن الحلال؟ المهم ان الحراس بيرجعوا المختبر وهم بيلعنوا في سلسفين تيرنت لانه عمال بيخدع فيهم كل شويه. وتومي بيكون مقدر ان الحجر الابيض هو اللي مسيطر على تيرنت بالكامل وكل اللي بيعمله ده خارج عن ارادته، بس طبعا بيفكروا في خطه حلوه. بيروحوا يقابلوا تيرنت ومن غير مقدمات الواد بينزل تخبيط فيهم. يا ابني طب اسمع احنا جايين لك في الاول. بيسيبهم وبيهربوا. والغريب ان الحراس بيفرحوا لان كل حاجه ماشيه تحت السيطره. بيروحوا الناحيه الثانيه وبيلاقوا الوحش. بيدخلوا يحفلوا عليه وتومي بيستعمل الضربه الجديده وبيدي الواحده بتثبته. كل واحد في الحراس بيدخل يعمل اللي نفسه فيه والامانه بينتقموا منه على الاخر. من الناحيه الثانيه تيرنت بيكون قاعد يحلم بالاليين والغلبان ما يعرفش ان في اسود عليه جايين. تومي بيحضر هو والواد ده لكن تيرنت بيفجره. بيضرب بلازمه على الاليين وبيحررهم من اللي كانوا فيه ولكنه بيضمهم للزرد بتاعه.
بتاعه، وده لانه قدر يبرمجهم. الحراس بيتعصبوا وبيقرروا يدوا درس ما ينساهوش ابدا، بس الواد بيكون مسيطر معاهم على الاخر لانه خد اقوى الاليين عندهم. بيجهز عشان يدمرهم، وقبل ما يعملها الوحش بيضربه وبيقول له بقى انت بتفجرني انا. مستر اكس بيقول لترنت في صحتك يا اسطى، بقى انت بتدمر وحش من عندي وبتتمرد عليا، اديني هسيب الحراس يقتلوك والوحش بتاعي هيساعدهم في كده. ترنت بيتعصب وبيبعت واحده بس على الوحش بتدمره. يا ابن اللعيبه يا جامد. طبعا الحراس بتهرب لانهم مش هيقدروا يواجهوا. هايلي بتقول لهم اهدوا بس يا شباب واحنا هنخترع اسلحه اقوى. توبي بيقول لهم صدقوها، بالفعل احنا هنخترع سلاح فتاك. وبالنسبه لمستر اكس بيقول لي رجالته يا شويه فشله ما حدش فيكم قادر يجيب لي الحارس الابيض. طب اغرى من وشي انا هفكر في خطه حلوه اجيبه بيها. وهنا تكون الصدمه يا زميلي. تخيل زعيم الوحوش طلع مين؟ طلع ابو تيرنت يا اسطى. والصدمه ان تيرنت بيكون موجود ومختفي في المكان. انا دماغي عملت ايرور يا جدعان. وتاني يوم الحراس بيروحوا الكليه وتيرنت بيكون مراقبهم وبيسمع كل كلامهم، ومره واحده بيسمع في ميكروفون الكليه ان المديره عاوزاه. بيروح لها والمديره بتهزقه لانه الفتره دي مش مظبوط واغلبيه الايام مش بيحضر، ولما بيحضر بيخوف زمايله، بيتعامل معاها بطريقه زباله ومش بيفرق مع كلامها. وبنرجع للحراس اللي بيكونوا قاعدين يلعبوا، ومره واحده المديره بتجيلهم وبتقول لهم احب اعرفكم باستاذكم الجديد ميرسر انتون، وده بيكون ابو تيرنت يا زميلي. مش عاوزك تنسى كده، صحصح معايا. الحراس مش بيكونوا مصدقين نفسهم، والصدمه يا زميلي انه جاي هنا مكان تومي. بيقول للطلاب انا عاوز توقيع ابهاتكم عشان بكره هنروح رحله ميدانيه للمتحف. ولما الحراس بيكونوا ماشيين بيشوفوا تيرنت وابوه بيتكلموا مع بعض، فبيقولوا يا ترى ابوه عارف حقيقته ولا لا. وبعدها كده بتروح لتومي وبتشتغل معاه، والاتنين بيتكلموا عن الحفريات وعن عظمه قويه جدا بس تومي بيخبيها. وتاني يوم الحراس بيروحوا المتحف وبيشكوا في الديناصور ده، وكيرا بالاخص بتكون شاكه فيه. المهم انهم بيدخلوا جوه وكيرا بتشوف الضيوف دول في المكان. كازدي بتروح وراها وبتقول لها بتعملي ايه؟ فبتقول لها يا ستي وانت مالك؟ الاتنين بيشدوا مع بعض في الكلام، وكازدي بتقرر تمشي، وهي ماشيه انطون بيجي لها وبيقول لها خليكي ماشيه مع اصحابك ويا ريت ما تبعديش عننا. كده بتدخل الاوضه دي ومره واحده في وحش بيهاجمها، بتعرف تضربه ولكنها بتتفاجئ ان في كذا وحش موجودين في المكان. برضه بتحفل عليهم ومش بيفرق معاها العدد يا جدعان، بتوجب معاهم على الاخر ووسع عدو التاخر. بس انت عارف يا زميلي الكتره تغلب الشجاعه، بيعرفوا يثبتوها. ومره واحده الشعاع بيدخل جواها وساعتها بتتحول للشكل ده. صحابها بيدوروا عليها وهي بتخرج من الاوضه وبتكون تعبانه. تقول لهم في ايه؟ انا كويسه. مش بيكونوا مصدقينها، فبتزعق وبتقول لهم ما خلاص بقى يلا نمشي عشان نلحق باقي اصحابنا. وبعدها بيرجعوا الكافيه وهايلي بتروح تتكلم معاها وبتلاحظ ان طريقتها متغيره، وحرفيا كده مش بتكون طايقه حد. صحابها بيقولوا لها تيجي نخرج شويه، فبتقول لهم عاوزين تخرجوا خروجه انا مش خارجه مع حد ويا ريت تحلوا عني بقى. بيستغربوا جدا وبيبداوا يحسوا ان في حاجه حصلت لها. وبعد ما بتسيبهم بتجري على الغابه وبتكلم تومي وبتقول له انا كنت بجري شويه في الغابه وشفت حاجه غريبه ممكن تكون بيض الديناصور، وتستخبى في الحته دي. وتومي بيخرج عشان يروح للمكان اللي المفروض كيرا بعتت له اللوكيشن بتاعه، وبنعرف انها كانت بتخدعه عشان تدخل المختبر. بتصرخ في الصندوق ده وبتكسر القفل اللي عليه، والصندوق بيكون جواه العظمه اللي قلنا عليها. تومي بيوصل للمكان اللي كيرا قالت له عليه ومش بيلاقي حاجه. كيرا بتكلمه وبتقول له معلش الظاهر اني شفت غلط. تومي بيرجع للحراس وبيحكي لهم اللي حصل. بيدخل المختبر وتومي مش بيلاقي العظمه. بالحراس العظمه دي كانت مهمه جدا لان انا وانتون كنا شغالين عليها من سنين، اصل كنا عاوزين ننشئ ديناصور قوي جدا، ولو اللي في بالي صح تبقى كيرا هي اللي خدتها. وفي الوقت ده كده بتروح نفس الاوضه اللي اتلعنت فيها وبتدي العظمه للهيكل ده. بتبدا تحصل حاجات غريبه في المكان، والعظمه بتشكل ديناصور مخيف. الديناصور بيضرب كيرا وبيرميها بعيد، بيبدا يكبر وبيكون ناويها خراب. ثم بيقول للحراس فل يا شباب ادهنوا مرهم بقى قبل ما تدخلوا الخناقه لان عظمنا كله هيتكسر. بس انتوا مش فاكرين اي حاجه غريبه حصلت لكيرا؟ بيفتكروا اللي حصل في المتحف وبيحكوا له عليه، فبيعرف اللي فيها وبيقول لهم طب يلا بينا. بيبداوا يتحولوا، وطبعا تومي اللبس بتاعه لازق فيه بقاله يجي 5 حلقات او اكتر. المهم انهم بيتحركوا على المعركه ومش بيلحقوا يدخلوا وبيكونوا مضروبين. زعتر بيظهر لهم وبيكون معاه كائنات جديده. الحراس ولا بتتهات واللي بيشوفوه قدامهم بيجيبوه على الحديده. تايتانو بيحضر بباقي الاليين، لكن الوحش بيكون شادد حيله يا زميل. من ناحيه ثانيه هايلي بتجري على المتحف والامن ده بيقول لها ان المتحف قافل. بتقول له انا شاكه ان في طالبه محبوسه جوه عشان خاطري ممكن تفتح لي المتحف وتشوف البنت. بتجيبوا سكه، فبيقول لها اه طبعا ممكن، لو مش عشانك انت هفتح المتحف عشان مين يعني. من ناحيه ثانيه الحراس بيكونوا داخلين سخنانين، ودي اقل حاجه عشان يسدوا مع الواد اللي قدامهم ده. الواد بيكون داخل بغشام وحرفيا الضغط بيكون زايد على الحراس. في الوقت ده هايلي بتوصل لكيرا وكيرا بتفوق وبتفتكر كل حاجه، بتكون متعصبه جدا بسبب اللي عملته وبتطلع تجري على بره. هايلي بتقول لها انت كويسه؟ بصي اصحابك بيحاربوا الوحش دلوقتي. بتقول لها يبقى هروح لهم لان لازم انتقم من الوحش ده. وفعلا بتروح عليهم والامنه بتكون جايه مشحونه، بتبدا تتحول واللي فات يا زميلي حاجه واللي جاي حاجه تسعه خالص. بتندمج مع اصحابها وبيعملوا ميكس لا اتعمل قبله ولا بعده. بيدخلوا في الوحش تخبيط، بس المشكله انه بيجمع نفسه من تاني، بيبدا يصعق فيهم وحرفيا بيكون هيدمرهم. من ناحيه ثانيه تومي بيكون
تسد مع العيال دي، وللامانه اشهد لك يا ابني انك كفاءه، واقف وسط كل دول ومحدش عارف يسد معاك في اي خناقه. بيضرب زعتر وبيقول له لا انت ما بتزهقش من كتر الضرب. الواد بيهرب وتومي بيبص على الحراس وبيلاقيهم مطحونين. بيقول لي كده اضربي العظمه اللي انت حطيها في الوحش. بتحدد مكانها وفعلا بيضربوها، وساعتها الوحش بيتدمر. وبعدها بيرجعوا المختبر وكيرا بتعتذر لزمايلها على اي حاجه حصلت منها وهي مش في وعيها. فبيقول لها يا ستي ولا يهم، كلهم بيكونوا مبسوطين انهم هزموا الوحش. وكيرا بتقول لتومي ليه مجسم الوحش كان محطوط في المتحف بتاع انطون صاحبه. بيستغرب وبنرجع لانطون اللي بيكون في المختبر بتاعه وبيصنع تركيبه شكلها غريب. بيتعب جدا وده لان هيئه الوحش بتسيطر عليه، وهو ده بالظبط اللي بيحصل يا زميلي. اكس بيقول له انت ضعيف قوي يالا، اركن بقى واتفرج عليا وانا بدمر الحراس. يا ابني بلاش لان دول ما بيتفهموش، انا نصحتك وانت براحتك. وتاني يوم إيسان بيكون قاعد مع اصحابه وبيفرجهم على اللعبه الجديده اللي صنعها، انما كونر فبيروح يلعب كره كعادته وبيكون بيدرب الواد الغبي ده. الواد بيشوط وبيروح مكسر الجهاز بتاع إيسان بيتعصب والواد بيكون مستفز جدا، بيكونوا هيمسكوا في بعض بس كونر بيحل المشكله. اما كيرا فبتكون لسه شغال مع تومي عشان يوصلوا لحل لمشكلته، ولما بتبص على المكتب بتشوف الصوره الجميله دي. بتقول له ايه يا عم الحلاوه دي كلها؟ فبيقول لها ده كان الفريق بتاعي القديم ودي كانت صورتي مع انطون في اول عمليه حفر لينا. بتقول له مين الراجل ده؟ فبيقول لها اسمه تيرينس وده سابنا من زمان وراح اشتغل في شركه تانية، وللاسف الشركه ولعت وهو فيها. اكيد كان وش فقر على الشركه يا زميلي. المهم ان بتقول له انت زعلت يا عم ولا ايه؟ انساه وفك كده. وبنرجع لمستر اكس اللي بيكون عاوز يدمر تومي باي طريقه لان تومي هو اللي مقوي الحراس. ومره واحده تيرنت بيظهر للواد ده وبيقول له هموت واعرف انت بتكره تومي ليه. طب اكس بيكرهها عشان موقفه عند حده. انت بقى ايه الموضوع؟ بس على العموم انا ممكن اسلمه لك على طبق من دهب. وبص يا عمنا زي ما اسلمه لك هتسلمني مستر اكس. وبنرجع لايسان اللي بيكون لسه بيتخانق مع الواد ده وفي كل مره بيكونوا هيضربوا بعض. الواد بيقول له استناني بعد الكليه يا معلم. ايه حركات ابتدائي دي؟ المهم ان ايسان بيشوف الوحوش فبيروح عليهم. زعتر بيقول له احنا جايين ندمر الدكتور تومي وهنمشي على طول. هموت واعرف لازمتها ايه كلمه دكتور؟ ده انت جاي تدمره يا حبيبي مش جاي تغسل له المواعين. المهم ان ايسان بيكون هيتحول لكن كل زمايله في الكليه بيوصلوا وبيكونوا فاكرين الوحوش دول مش حقيقيين. الوحش بيهجم عليهم ويقول لهم غوروا من هنا. العيال بتستخبى وبيشوفوا ايسان وهو بيهاجمهم. كده بتشوف كل حاجه فبتستخبى في الحته دي وبتتحول. بتدخل على الوحوش وبتقول لإيسان انت كويس يلا انطر انت عشان تعرف تتحول. كونر بيشوف كل حاجه وبيكون هيتدخل لكن انطون بيمنعه. وفي الوقت ده ايسان بيحضر واللي عامل راجل يحذر. البت دي بتكون لسه بتصور وبتروح لكيرا وبتقول لها انت بجد سوبر هيرو. فبتقول لها يا بت غوري من وشي. بيقفوا يتفرجوا من بعيد وبيكونوا عاوزين يعملوا لقاء مع اي حارس. يا بنت الكلب اركلي على جنب مش عارف اضرب الوحش. ودي يعتبر اسوأ معركه للحراس لانهم مش عارفين يحاربوا وهم في الكليه. زعتر بيقول لسام بلغ تومي اني هستناه في المستودع القديم ولو ما جاش يبقى المدينه كلها هتتدمر. وبعدها الحراس بتدخل المحاضره متاخرين والواد ده بيضرب ايسان وهو معدي. انتم بيقول له اعمل حسابك انك هتتعاقب يا معلم عشان تحرم تعمل كده تاني. الواد بيقول لي ايسان برضه مش هسيبك. وبعد ما بيخلصوا المحاضره كونر بيكون متعصب. والله ايسان انا لو مكانك كنت ضربت كونر. الواد ده مش صاحب مخلص ابدا. المهم ان تومي بيقرر يروح لزعتر لكن ترنت بيسبقه وبيروح له بيقول له خلاص يا معلم اللي انت عاوزه هتنوله دلوقتي وجه وقت انك تسلم لي اللي انا عاوزه. في الوقت ده تومي بياخد كونر وبيروحوا المستودع وهناك بيلاقوا الوحش ده. انما انطون فبيكون معاقب الثلاثي المارح ده واخيرا بيفرج عنهم. ايسان بيعرف ان اصحابه محتاجين له فبيقول له الواد ده هنبقى نتخانق بكره. الواد بيقول له معاك ساعه واحده ولو ما جيتش هدور عليك انا. بيطنش له وبيروح لاصحابه وكلهم بيبداوا يتحولوا. برضه الوحش بيكون مواجب معاهم وبكده هو اللي جابه لنفسه. كونر بيكون سخنان جدا ومحدش غيره بيتعامل في الليله كلها. بيجمعوا اسلحتهم وبيخلصوا على الواد اللي شايف نفسه ده. زعتر بيعرف فبيقول لترنت ايه النظام. بيقول له كبر الوحش. الوحش بيكبر واخيرا بيظهر. بيقول له تومي استسلم احسن لك. فبيقول لاصحابه روحوا على الواد اللي فوق ده وفعلا بيسمعوا كلامه وبيروحوا يندمجوا مع الاليين. هما الوحش بيبداوا يخبطوا في بعض والاتنين دول بيعملوا برق ورعد. تومي بيقول له انا زهقت منك يا لو جوقت اني اقتلك بس انا عاوز اعرف انت ليه بتكرهني قوي كده. فبيقول له فاكر صاحبك تارا دي كانت شهرة صاحبه يا زميلي. المهم ان تومي بينصدم والواد ده بيدخل عليه بكل غل. بيقول له مش معقول انت تارا؟ طب ازاي؟ انا فاكر انك عملت حادثه ومت في الشركه اللي اشتغلت فيها. بيقول له بالفعل حصلت غلطه صغيره فجرت المعمل كله بس تقول ايه بقى مستر اكس الحقني وعشان ينقذ حياتي حولني للشكل ده. تومي بيقول له خساره يا صاحبي بس انت لازم تعرف ان اكس هو عدوك مش انا. بيقول له ما يخصنيش الواد ده انقذ حياتي ولازم ارد له الجميل. اركن يا زميل. تومي بيتعصب وبيقرر يوري له حته من بتوعه. بيجهز الضربه بتاعته الجديده وبيدي له واحده بينيمه. الواد ما بيقدرش يقف قصادها. يا ابني ما قلت لك ده مطرشم وما بيعتمدش. وكالعاده بعد ما بياخد اللي فيه النصيب بيهرب من المكان. انما الحراس بيسيطروا على اخينا ده وبيخلصوا عليه. اما تارا بيرجع لترنت وبيكونوا خلاص تعاونوا على الاخر. ومره واحده الشعاع ده بيخترق دماغ ترنت وده بيكون من اكس يا زميلي. بيقول لترنت ناوي تقف معانا ولا مع الصف الثاني؟ بيقول
فبيقول له انا كنت طول عمري معاك يابا. فبيقول له هتفضل معايا، ما تعقدش الامور بقى عشان ما تندمش. وبعدها بيجي وقت الخناقه بتاعت ايسان والواد ده. ايسان مش بيكون عاوز يتخانق مع الواد لانه خايف يأذي باستخدام قوه الديناصور اللي جواه، فعشان كده بيقول له ايه لازمتها الخناقه؟ على فكره انا شفتك وانت بتشوط الكره وعرفت الغلطه فين، تعال بص كده على اللقطه دي. فبيقول له يا ابن اللعيبه ده انت اكتشفت الغلطه فعلا. بيجرب الطريقه اللي قال له عليها، اضرب يا وجدي. الكره بتلف وفي الشباك وبترشق، هو ده الشغل يا معلم. بيقول لي ايسان تسلم يا اسطى، حقك عليا على اللي انا عملته، اتمنى تقبل اعتذاري وتقبل برضه اننا نكون صحاب. فبيقول له يا عم ما يضرش. وتاني يوم بنشوف الاتنين دول اللي بيروحوا يدوروا على صاحبهم ايسان، وبيلاقوه قاعد بيتفرج على التلفزيون في الكافيه بتاع هايلي، وبيقول لهم الحقوا يا جدعان هايلي بقى عندها قمر صناعي جديد مشغل كل القنوات. فبيقولوا له يا اخ ابو بروده انت فايق تسمع مسلسلات؟ يالا كيرا بتنضم له وبتقعد تسمع التلفزيون معاه، ومره واحده الاتنين بينصدموا، وده لان في حد صورهم وعمل عنهم مسلسل. لكن الصدمه ان الحد اللي عمل عنهم المسلسل ده حط شخصيات مختلفه بدلهم. الغلابه ما يعرفوش ان ده سوبر سانتاي النسخه اليابانيه اللي مسلسلهم متاخد منه اصلا. ورغم ان مسلسل سوبر سانتاي اللي هما بيتفرجوا عليه ده حلو قوي، بس ده ما يستدعيش يعني انهم يضيعوا نص الحلقه بتاعتهم في الفرجه عليه. ده لو بيعملوا له ترويج مش هيكون كده. بس تعالى يا زميلي اوريك الحراس التانيين بيتحولوا ازاي. هو ده شكل تحويلاتهم. وبالنسبه للقدرات فبتكون مقربه لقدرات الحراس اللي احنا عارفينهم. من الاخر يعني جمدان الاكشن هو بس كونر بيتضايق لان الوحش هاجم الحراس وخلى شكلهم يضحك، فكونر اعتبر الحته دي اهانه ليهم وبيسيب صحابه وبيروح يكمل مذاكره. ايسان بيقول لكيرا سيبك من ابن الكلب ده وكملي، مسلسل متعه. وفعلا بيقعدوا يكملوا المسلسل. والله يا اسطى حاسسهم بيعملوا ترويج بجد. في 10 دقايق عدوا من الحلقه وهم لسه قاعدين بيتفرجوا على المسلسل. يا ولاد الكلب ده الحلقه كلها 21 دقيقه. المهم ان كونر بيرجع تاني وبيقرر يتفرج معاهم. وبالنسبه لنا كمحمد فهبدا في تلخيص المسلسل التاني وهنساهم خالص. بنشوف الحراس وهم قاعدين بيتكلموا وبيكون كل تفكيرهم في الفلوس. بيبص على صاحبهم وهو قاعد بيعمل مساج بطريقه غريبه، وحرفيا العظم بيتنقل من مكانه. بيتعصب جدا وبيقول له الواد ده ايه اللي انت عملته ده يا حيوان؟ هو ده ايه اللي بيحصل لجسمي بقتش حاسس بيه؟ فبيقول له اصلا انا خليتك مايكل جاكسون في نفسك بدل ما تدعي لي يالا. الحراس بيفضلوا يضحكوا. وبالنسبه للواد ده فبيروح ينبسط بوقته. في وحش بيظهر له وبيقول له ممكن توقعك؟ فبيقول له وماله. ومره واحده كونر بيقول لاصحابه بتتفرجوا على ايه يا ولاد الكلب؟ فبيقول له يا عم اسكت عاوزين نشوف الحلقه. وبعدين اراده الفعل مبالغ فيها دي، ده مجرد مسلسل كرتوني يا عم، اوعى بقى خلينا نتفرج على الحلقه. بيروح يقعد جنبهم وبيكملوا المسلسل. وبنشوف الشخص اللي دعم الوحش وهو سارق فلوس كتير. صاحبه بيقول له يا اخي الله يخرب بيتك، وبعدين ايه اللي عمل في شعرك كده؟ فبيقول له اصلا امسك الفلوس دي وانسى اي حاجه، الفلوس دي هتخليك تعمل حاجات كتير جدا. بيقول له ده انت مبادئك ضاعت يا اسطى. بيبص حواليه وبيشوف كل الناس بقوا كده. ومره واحده الوحش بيظهر له وبيقول له مش هتيجي تاخد دورك ولا ايه؟ بيغطي بالفلوس. يا ريتني مكانك يا ابن المحظوظه. ايه المهم ان الحراس بيوصلوا وبيقول له مالك يا اسطى عامل كده ليه؟ الواد بيتحول وبيقدر يحرر نفسه. ومره واحده الوحش بيهاجمهم وحرفيا بيكسر عظم الثلاثه. الحراس بيتحمسوا جدا. وبالنسبه للحراس اللي في التلفزيون فالحارس الاسود بيجي لهم وبيكون جايب لهم حاجات تساعدهم، وفعلا حاجات بتساعدهم وبيقدروا يحبسوا الفلوس بتاعه الوحش. بس الوحش بيقدر يهاجمهم تاني. الواد ده بيجيب لهم فلوس والحارس الازرق بيفتكر انه بيحب لعبه البيسبول، بيحدف له البتاعه دي. وساعتها الواد بيرجع لوعيه وبيخبطها بتروح مرتده على الوحش. الحراس بيتحمسوا زياده. وبالنسبه للوحش فبينام ساده. بيقوم من تاني وبيبدا يخبط فيهم بطريقته الخاصه، واللي بيكتر معاه بيديله الحصه. الحماس بيزيد عند الهبل دول. وبالنسبه لحراس السوبر سانتاي فبيجمعوا اسلحتهم وبيقدروا يخلصوا على الوحش. كونر بيفرح جدا وبيقول هو ده الكلام. مالكوا يا جدعان بص لي كده ليه؟ انا بس حبيت المسلسل. كده بتقول له طب اقعد اسمع بقى وانت ساكت. وتاني يوم بردك بيشغلوا المسلسل الياباني، بس اللي مشغله المره دي بيكون كونر يا زميلي. ويقول لاصحابه فعلا المسلسل ده جامد يا جدعان. الثقافه اليابانيه صحيح مختلفه عن الامريكيه شويه بس يلا تمام. فبيقولوا عشان تبقى تسمع كلامنا بعد كده. وبيقوموا من المكان عشان غيرهم يجي يتفرج. وتاني يوم كيرا بتروح لاصحابها وبتقول لهم باركوا لي يا شباب انا نجحت في الامتحانات. بتكون فرحانه جدا وبتحكي لهم هي ازاي حلت الامتحان ده. وبتقول لهم هسيبكم انا بقى عشان امشي. وبعدها بتروح للراجل ده وتقول له ازيك عامل ايه؟ بيقول لها اعمل لي كوبايه قهوه يا بت بسرعه. وفعلا بتعمل له كوبايه قهوه وبتقول له امسك يا عم. بيقول لها انت حطيتي فيها كريمه زياده، ما تفتحي شويه يا بت انت في ايه؟ بيسيبها وبيروح يكمل تصوير. وكيرا برضه بترجع تكمل شغلها. بتقابل الواد ده وبتقول له هو انت شغال هنا؟ فبيقول لها ايوه يا ست اصل عايزه اتعلم الاخراج. بيقعدوا يتكلموا عن المعاناه اللي بيشوفوها في المكان ده، بس بيكونوا مضطرين يستحملوها عشان يوصلوا لحلمهم. ربنا يكرم كل واحد بيسعى يا زميل. وقول امين عشان الدعوه تكون من نصيبك. ايه المهم ان الراجل بهلوان ده بيبدا العرض بتاعه وكيرا
بتتفرج عليه وبتكون مبسوطه. وما تنساش يا زميلي ان باور رينجرز داينو ساندر هو انتاج 2004، يعني الكرتون اللي بيتصور حاليا ده كان عامل اداء هايل مع الاطفال. عشان بس ما تستغربش وتقول ان الكرتون وحش، لا يا زميلي مش وحش، بس كل وقت وله اذانه، وطبيعي لما الزمن بيتطور المسلسلات كمان بتتطور. وانا اقصد الكرتون اللي بيتصور مش اقصد داينو ساندر. ايه المهم ان الوحوش بتكون متعصبه من الكرتون مش عارف ليه، بس بيخططوا لحاجه شريره. اما كيرا والواد ده فيا عيني بيكونوا مسحولين في الشغل بس مش بيقدروا يقولوا حاجه. ومره واحده الوحوش بتحضر. كيرا مش بتقدر تتحول عشان الواد ده في المكان، بس بتدخل تضرب في الوحوش، بتكون مسيطره عليهم سيطره السنين، واللي بيكتر فيهم بيموت في دقيقتين. بتدخل على البت دي والاتنين بيتحدوا بعض. كيرا بتعمل برق ورعد وبتبدا تتحول، بس المشكله ان كاميرا المراقبه بتكون خلاص اتركبت. كل ده ولا بيفرق معاها لان كده خلاص دماغها اتشقلبت. بتدخل تشقلب فيهم واحد ورا التاني، واللي عمل عنتر بتسميه تهاني. البهلوان ده بيصحى وإلسا بتحاول تهجم على البت دي، لكن البلازما بتصد في الكاميرا بتخبط في البهلوان. وانا كمحمد مبسوط باللي بيحصل ده يا جدعان. المهم ان إلسا بتكون جايه عشان تخطف البت دي وتمشي. يا نهار ابيض، عاملين الاكشنات دي كلها عشان تخطفي حته سمكه قرش متنكره؟ يا بنت ادخلي على قنواتي هتستمتعي اخر استمتاع. المهم يعني مش هشكر في نفسي لان من تواضع لله رفع شأنه. وبعدها كده بتجيب صحابها وبياخدوا الواد ده عشان يشوفوا هيرجعوه زي ما كان ازاي. لا يا جدعان ما تسيبوه، ده كده احلى وربنا. وبعدها بنشوف ترنت وهو متعصب على زيلتراكس، والاتنين بيبداوا يهاجموا بعض، بس طبعا ترنت بيسويه على الجنبين، تخبيط متبادل شمال ويمين. وبالنسبه للوحوش فبيقرروا يصنعوا من البت دي حاجه مختلفه، بيدمجوها باحماض غريبه. وفي الوقت ده هايلي بتحاول ترجع الواد ده زي ما كان، وكده بتقول لها لو تعرفي تقصلنا مترين من لسانه يا ريت والنبي. وفي الوقت ده الوحوش بتوصل المدينه، وهايلي بتقول للحراس يلا روحوا عليهم. وبعدها بنشوف الواد ده وهو قاعد متضايق. كازدي بتجيله وبتقول له مالك يا صاحبي احكي لي. فبيقول لها يا ست انا طالع عين اهلي في الشغل، ده غير ان انا بركب كاميرا المراقبه قامت خناقه بين الحراس والوحوش. بتنصدم وتقول له طب يلا بينا نروح نتفرج على الكاميرات دي عشان نعرف مين هم الحراس. وقبل ما يتحركوا الوحوش بتسحبهم لفوق. الحراس بيحضروا وبيكتشفوا ان البنت اللي اتعمل عليها خلطه بقت وحش شرس. بيكونوا مصدومين وبيبداوا يتحولوا، بيدخلوا مشحونين واللي قلبه جايبه هنبهدله. الوحش بيحاول يسحبهم وهم بيفضلوا ثابتين على مبدأهم. الحمد لله السناره بتتكسر والوحش بيضطر يهرب. وبالنسبه لترند فبيكون عامل احلى شغل يا جدعان. ومره واحده بيحصل له حاجات غريبه وكأن كابينه الكهرباء اللي جواه باظت. زعتر بيقول له انت ضعيف قوي يالا ومن غير قوتك ولا تسوى حاجه. بيدخل عليه والبقاء للاقوى يا ساده. وبنرجع لهايلي اللي بتقول للحراس انا حاولت اعمل كل اللي اقدر عليه عشان ارجع ابن المتضايقه ده بس مفيش فايده، بس انا عامه صنعت جهاز ممكن يرجعه لانه هيعكس طاقه الوحش. كده بتقول لهم طب يلا يا شباب احنا مستنيين ايه. بيبداوا يتحولوا وده لان الوحش وصل المدينه. بياخدوا التلفزيون وبيروحوا له وبيقولوا له تعالى عاوزينك في كلمتين اخينا. بيبداوا يخبطوا فيه شمال ويمين، بس ده ما يمنعش ان الوحش بيكون قوي برضه، وللامانه بيسيطر عليهم طول وعار. بيضرب عليهم الشعاع ده ولكنهم بيعكسوا وبيخلوه يصد في التلفزيون، بيطلع لهم الواد ده تاني. كده بتجري على الوحش بواحده ارتو بتطير منه الجهاز وبتخرج كل الناس اللي اصطادهم. بيحاول يهرب فبيقول له استنى يا مدحت رايح على فين واحنا موجودين. بيدوا واحده بكل تقلهم واركن يا اسماعيل دي البدايه ابو دم تقيل. الوحش بيكبر والحراس بيستدعوا الاليين، بيعملوا ميكس جحيم وبيدخلوا يا زميلي مشحونين. الواد بيهمبك معاهم بس كل ده ولا بيهزهم، هي واحده ويركن عمهم. مش قالوا لك اركن؟ ده بتكتر كتير ليه؟ الوحش بيرجع الارض وبيتحول لطبيعته ست في عمر ال 80 سنه يا زميلي. والواد ده بيفرح اول ما بيشوفها، الاتنين مكحكحين اصلا ولاقيين على بعض. وبنرجع لزعتر اللي بيقدر يسيطر على تيرنت بيتحول من تاني وبيدي له واحده زد بيعمل له ماس كهربائي جواه وبيقول له بلاش تلعب تاني مع العبد لله لان كل الجهات هيبان. المهم ان العبيط ده بيكون قاعد يرقص مع حبيبته والحراس بيكونوا عمالين يضحكوا عليه، وفي وسط ما هم بيضحكوا الواد ده بيجي لهم وبيقول لهم مش هتصدقوا انا لقيت ايه. الشرايط دي عليها تسجيل الحارسه الصفراء وهي بتتحول. كلهم بينصدموا ومره واحده الواد بياخد زقه بتوقع الشرايط في عصير البرتقال. مش مكتوبه لك يا رمضان. وبكده هويه كيرا هتفضل سريه. وبالنسبه لشغلها فاعتقد ان بعد اللي حصل ده هيمشي 100. وهنا بتنتهي اول 20 حلقه من المسلسل يا زميل. لا بجد المسلسل فرهدنا يا ابو الصحاب. انزل بقى اعمل شغل اللايكات وعاوزين الكومنتات وشويه حركات. وبالنسبه بقى للتحدي الجديد ف1000 لايك في خلال يومين هكون منزل لك ال20 حلقه التانيين. لا هم تقريبا 18 او 19 بس مش مهم يا اسماعيل، اهم حاجه على العهد مكملين. وخش في صندوق الوصف هتلاقي قنواتي التانيين. والى اللقاء مع كل جديد. سالك.